السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى إعدادي، عاملين إيه يا شباب؟ وحشني. النهاردة آخر مرة هنشوف بعض فيها وهتشوفوا الفيديو بتاعي. ركزوا معايا كويس جدا النهاردة. الفيديو مدته مش كبيرة أوي إن شاء الله، بس أهم حاجة إن يكون لامم المنهج كله. قبل ما نتكلم وقبل ما نعمل أي حاجة يا ريت نركز في الفيديو كويس أوي. يا ريت قدامنا ورقة وقلم نحل بإيدينا واحدة واحدة. هراجع سريعا كده 10 دقايق بسرعة كده عن القديم بسرعة، والحل هو اللي هيوضح لنا أكتر كل حاجة. واللي مش فاكر أي حاجة بالتفصيل وعايز يعرفها بالتفصيل يرجع للفيديوهات القديمة. تمام؟ ركزوا معايا بسرعة. أول حاجة هنبتدي بيها بسرعة كده إن إحنا نفتكر أول منهجنا، إن إحنا درسنا السكوير روت ودرسنا الكيوبيك روت ودرسنا الباور والقصة دي كلها. فكانت أول القصة عندي اللي أنا عايز أفتكرها إن أي حاجة باور زيرو بكام؟ ب1. ودي كانت من ضمن المعلومات المهمة جدا. يعني لما أجي أقول لك 3 باور زيرو بكام؟ ب1. شكرا، أي حاجة باور زيرو ب1 حتى لو حطيتها على آلة. جينا بعد كده يا شباب خدنا إن في التايمز بنعمل إيه في الباور؟ كنا بنقول إن في الباي بنعمل بلس للباور فبنعمل ام بلس مين؟ ام بلس ان عادي. لكن لو في الديفايدد حضرتك كنا بنعمل ايه باور ام ماينس ان، والحوار ده بيضايقني جدا وهوريك في اسئله المقالي ليه في الاس كويشنز، عشان خاطر ما بنكتبش خطوات فيها خالص وده غلطه كبيره جدا. تمام. جينا بعد كده مين؟ لو عندي باور نيجاتيف انا قلت دايما مش بحب الباور النيجاتيف، فلازم اكتب 1 على وانزله تحت يبقى ايه باور الان. صح ولا غلط؟ جينا بعد كده قال لك في السكوير روت وقال لك ان اي اجابه سكوير روت لما بتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف. قال لك هو انت علشان تخلص من السكوير روت لو تحتيه اكس تعمل ايه؟ قال لي اولا تشيل السكوير روت وتعمل ده ديفايدد مين؟ خلينا ديت معلش خلي دي باور 4. قال لك عشان تعمل دوت ديفايدد 2، فلو الاجابه طلعت تطلع 4 ديفايدد 2 تطلع اكس باور 2. قال لك لو في السكوير روت لو الاجابه اللي طلعت كان الباور بتاعها ايفن، شكرا وزي الفل. تمام. لو الباور بتاعها ايفن سيبها زي ما هي. قال لي امال ايه بقى؟ قال لي لو كانت حاجه زي دي علشان تشيل السكوير روت تعمل ديفايدد 2 برضو، فهتطلع ان الاجابه اكس باور مين؟ 3. قال لك لو طلعت اكس باور 3 لازم تحطها في ايه؟ في ابسوليوت. صح. جينا بعد كده قال لك مين يا ريس؟ قال لك طب لو كيوبيك روت علشان تشيل الكيوبيك روت تعملها ديفايدد 3 فتطلع لك ان الاجابه اكس. الكيوبيك روت ما بيفرقش مع الابسوليوت ولا بيفرق مع اي حاجه لو انت فاكر الكلام ده كويس. حلو. جينا بعد كده دخلنا على الثلاث حاجات دول اللي دايما بيوقعونا، وانا بس حبيت ان انا افكركم بيهم وهنحل عليهم كتير جدا. طيب اولا براكت باور 2 كنت بفكه بجنيه، باور الاول باور الثاني، تو باي الاول باي الثاني. باور الاول كنا بنقول ايه باور 2، باور الثاني فكنا بنقول بي باور 2 وهنا بلس وهنا بلس. 2 باي اي باي بي كنا بنفكه 2 اي بي. تمام. بلاقي الناس دايما بتفكوا الحاجتين لحد ما كبرنا وبرضه بيعملوا نفس القصه. تمام. كنا بنقول معلومه تانية ان لو التو براكت بتوعك يا باشا زي بعض في كل حاجه باختلاف الاشاره يبقى اول في اول وتاني في تاني. A باي A ب A باور 2، B باي B ب B باور 2، والاشاره اللي ما بينهم دايما ماينس. لكن لو كانت تو براكت مختلفين زي كده كنا بنفكها بشنب ودقن. اول في اول اول في اول اكس باي اكس اكس باور 2 واكس باي 3 ب 3 اكس. حلو. بعد كده نيجاتيف 2 باي اكس نيجاتيف 2 اكس. طب وكمل بقى بعد كده بعد اذنك خلصنا دوت. نيجاتيف 2 باي 3 يعني نيجاتيف مين؟ 6. طب ما حلو الكلام. قال لي ما تاخد ده مع ده ايه رايك؟ فقال لي يبقى اكس باور 2 اكس باور 2 3 ماينس 2 باكس، وهنا نزل النيجاتيف 6 زي ما هي. يبقى انا كده بالنسبه لي عملت سمبليفاي ولا لا؟ والسمبليفاي ده من اهم خطوات الحل. جينا بعد كده دخلنا على القوانين وحبيت افكركم بالقوانين. قانون الاريا بتاع الترابيزيوم بيز 1 بلس بيز 2 ديفايدد 2 باي هايت. الاريا بتاعت السكوير هاف باي دياجونال باور 2. وبالمناسبه الترابيزيوم كان ليه قانون تاني اللي هو ميدل بيز باي هايت. وكان في قانون تاني للميدل بيز نفسه كنت بقول ان الميدل بيز هو B1 بلس B2 ديفايدد مين؟ ديفايدد 2. نسيت بس ان انا اكتب القانون ده. تمام. طيب السكوير هاف باي دايجونال باور 2 عشان الدايجونال بتوع السكوير قد بعض. ده
قد ده، فاحنا قلنا diagonal باور 2. لكن في الرام بس علشان الدياجونال مش قد بعض فاحنا بنقول half by diagonal 1 by diagonal 2. وهنحل عليهم برضو اسئله كتير جدا دلوقتي. جينا بعد كده للخطه الجميله ديت reflection rotation، وبعد كده الاخيره وهي translation. طيب خلينا الاول بالراحه واحده واحده. الريفليكشن دايما لما اقول ريفليكشن على الاكس اكسس بغير اشاره الواي، فالاكس تنزل غير الواي تبقى نيجاتيف واي. لما اقول ريفليكشن على الواي اكسس بغير اشاره الاكس. حلو الكلام. طب الحاجه الثانيه بقى بالنسبه لي، الحاجه الثانيه لما اقول لحضرتك ريفليكشن على الاكس فولود باي ريفليكشن على الواي، بالنسبه لي بعمل ايه؟ بغير الاثنين فتبقى نيجاتيف اكس ونيجاتيف مين ونيجاتيف واي. حلو. طب لو قلت لك ريفليكشن على الاكس اكسس فولود باي ريفليكشن على اكس او واي ثم واي، مش بغير حاجه، بنزل الاولاني وبنزل مين التاني، وفي شويه مسائل محترمه على الكلام ده. تمام. لما جينا بعد كده للروتيشن قال لك لا الروتيشن جميل برضو. قال لك الروتيشن ال 90 لو انا اتحركت كده اهو كده اهو جيت كده 90، طب ما انا ممكن اجي كده 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 واجي هنا برضو، فانا جيت نيجاتيف 270. فقال لك لو انت اتحركت 90 او نيجاتيف 270 فانت بالتالي بتبدل يبقى واي واكس وغير اشاره الاولاني. في ال 90 تغير الاولاني، في ال 90 تغير الاولاني. طب في النيجاتيف 90 تبدل برضو فتبقى واي واكس بس تغير اشاره التاني. امال ال 180 او النيجاتيف 180؟ قال لك ال 180 او النيجاتيف 180 هي بالظبط الريفليكشن على الاكس اكسس فولود باي ريفليكشن على الواي. الاثنين دول حاجه واحده، الاثنين دول زي بعض والاثنين دول برضو زي بعض، وهقولها دلوقتي. تمام. حلو. ازاي؟ في ال 180 بغير الاشارتين فتبقى نيجاتيف اكس ونيجاتيف مين واي. طب وال 360 مش بغير حد، والنيجاتيف 360 مش بغير حد في اكس وواي، يبقى ده مش بغير وده مش بغير، دوت بغير الاثنين وده بغير الاثنين، لكن دول مختلفين عن بعض طبعا. تمام. طيب ده بالنسبه لدول، خدهم الاول كده سكرين شوت، خليهم قدام عينك وانقلهم واحده واحده عشان وانت بترسم يكونوا قدام عينك وانت عارفهم. المفروض ان انت اصلا حافظهم مش لسه هتحفظهم دلوقتي. تمام. طيب نيجي اللي بعده بقى وهي الترانسليشن. هو الترانسليشن انا بتحرك بنقطه، يعني انا لما اقول لك ان انا عندي نقطه 2 و 3 انا هعمل لها ترانسليشن باي مين؟ بنقطه. ترانسليشن مثلا ب 4 و 5، فلما اقول ان انا هعمل ترانسليشن 4 و 5 يبقى ال 2 بلس ال 4 ب 6 وال 3 بلس ال 5 ب 8. شكرا كده انا عملت الترانسليشن. يبقى الترانسليشن ان انا امسك نقطة الاصلية اللي هي ال A بلس الترانسليشن بتاعي فتديني النقطة الجديدة اللي هي A داش. تمام. ال A بلس الترانسليشن يديني A داش. طب افرض ان الراجل عمل حركة حلوة، افرض ان اداني ال A داش واداني الترانسليشن، يبقى ال A داش، خلي بالك ال A داش ماينس الترانسليشن يديك ال A. تمام. حلو قوي. طيب قلت لك حاجه مهمه في الترانسليشن برضو، ساعات بيقول لي ان انت عندك النقطه بتاعتك مثلا 2 و 3 واقول لك ان انا اتحركت 2 يونتس تو ذا رايت، اتحركت خطوتين لليمين. اليمين والشمال لما اقول يمين وشمال بغير في قيمه مين؟ الاكس. لكن لما اقول اب وداون بغير في الواي. يمين يعني بوزيتيف وشمال نيجاتيف، اب بوزيتيف وداون نيجاتيف. فلما اقول لك ان انا اتحركت 2 يونتس رايت يبقى اجي هنا وازود 2 and 3 يونتس مين؟ داون. داون بغير هنا يبقى نقص 3، فساعتها مثلا تبقى الاجابه 4 ومين؟ 4 و0. وصل كلامي؟ وده كانت فكره الترانسليشن كلها. جينا بعد كده خدنا البروبابيلتي، والبروبابيلتي بالنسبه لي كانت ان انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع الكور وبتعامل مع الداي، وكل اللي انا عارفه ان الداي بالنسبه لي اي داي السيمبل سبيس بتاعته ايه؟ السيمبل سبيس بتاعت الداي 1 و2 و3 و4 و4 ومين؟ و5 و6. حلو. طب ماله الداي بقى بالنسبه لي؟ الداي ده الداي. طب لما اقول لك احتمال ان انا يظهر لي رقم ايفن، طب هو الداي فيه كام حاجه؟
الداي كده كده الدينومينيتور بتاعه دايما 6 في البروبابيلتي. احتمال ان انا يظهر لي لما ارمي الداي يظهر لي رقم ايفن. في كام رقم ايفن في الداي؟ 2 4 6 3 ارقام، يبقى 3 على 6 وتقوم عاملها سمبليفاي على الاله فتطلع بهاف مثلا. احتمال ان يظهر لي رقم اود، رقم برايم، كل واحده وليها اجابتها، كل واحده وليها اجابتها. طب ده انا لو بتعامل مع الداي. طب انا لو بتعامل مع الكوين، انا دايما بقول ان الكوين في حاجتين، في هيد وتيل. في هيد ومين وتيل. الهيد والتيل دول للكوين السيمبل سبيس بتاعته دايما هي هيد ومين وتيل. خلاص الاحتمال ان يظهر لي هيد 1 من ال 2 يعني هاف، واحتمال ان يظهر لي تيل 1 من ال 2 يعني هاف. وجيت قلت قبل كده ان انا عندي حاجه، انا عندي بوكس كله كور ريد، احتمال ان الكره اللي اسحبها تكون كره ريد، ده حاجه اكيد هتحصل، يبقى شور ايفنت، يبقى دي ب1. لكن لما عندك بوكس كله كور ريد احتمال ان اسحب كره وايت، دي حاجه مستحيل تحصل. كره ازاي ده كله ريد اسحب وايت ازاي؟ يبقى ده اسمه امبوسيبل ايفنت بزيرو. اي probability في الدنيا ما بين الزيرو والوان greater than، اي probability في الدنيا greater than or equal 0 و less than or equal 1 عمرها ما تكون اكتر من ال1 ولا عمرها تكون اصغر من الزيرو، ما ينفعش تكون بنيجاتيف اصلا. تمام. وكل دوت هيبان اكتر بحل الاسئله بتاعتنا دلوقتي حالا. ويلا مع بعض نبتدي حل الاسئله. اولنا اللي تشوز. طيب وطبعا زي ما اتعودنا مع بعضينا ان احنا اول حاجه بنبتديها بالحل اللي تشوز، ثم نحل اسئله المقال. اللي تشوز عندنا طبعا ميكس ما بين الاسئله كله على بعضه، الجبرا في جيومتري في probability، كله هتلاقي الاسئله موجوده في بعضها، وان شاء الله الامتحان مش هيخرج منها. تمام. طيب اول حاجه في اللي تشوز which of the following express x power 3 over x power negative 2 in the simplest form. طيب اولا كده سريعا ده كده divided، وانا متعود دايما في الديفايدد ايه اللي بيحصل؟ في الديفايدد انا بعمل ماينس للباور. في الديفايدد انا بعمل ايه يا شباب؟ ماينس للباور، فتبقى اكس بالنسبه لي باور كام؟ 3. انا قلت في الديفايدد بعمل ايه؟ ماينس، يعني ماينس نيجاتيف 2. ما انا بعمل ال 3 ماينس مين؟ النيجاتيف 2. لما اكتب 3 ماينس نيجاتيف 2 على الاله فتطلع الاجابه بكام؟ باكس باور 5. دي اول اجابه عندي. نيجي السؤال اللي بعده، وده سؤال ديفايدد وسؤال من الاسئله اللي فيها تركه تيجي في الامتحان. طيب واحده واحده كده. اولا ده اشارتها اشاره ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف ديفايدد ايه يديني نيجاتيف؟ اول حاجه كده نيجاتيف، فانا بسم الله الرحمن الرحيم اجابتي اولها نيجاتيف اصلا. طب حلو نمسك واحده واحده بقى. هو 24 ديفايدد كام تديني 2؟ 24 ديفايدد كام تديني 2؟ طبعا ديفايدد 12. طب انا مش عارفها، اعمل 24 ديفايدد 2 هتديني 12. ما انا ممكن اعمل دول ديفايدد دول علشان اجيب اللي تحت. ما هو المفروض ان ده باي ده يديني اللي فوق، ده باي ده يديني اللي فوق، يبقى ده ديفايدد ده يديني اللي تحت. فانا بالتالي ممكن اقوم عامل حركه مين؟ ان انا اقوم عامل دول ديفايدد دول، اعمل اللي فوق ديفايدد مين؟ ديفايدد اللي تحت. فانا ممكن اعمل بوزيتيف ديفايدد نيجاتيف يديني نيجاتيف، 24 ديفايدد 2 يديني 12. طب اكس باور 2 اشيل منها اكس يبقى اكس، واي باور 3 اشيل منها واي يبقى لي واي باور 2. طب والزد لما اشيل منها زد راحوا مع بعض، بقت الاجابه كام؟ نيجاتيف 12 اكس واي باور 2، ودي تاني حاجه. تمام. طيب نيجي السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك if النيجاتيف اكس ليس ذان 3، والسؤال ده في الامتحانات كتير جدا. ليه؟ موضوع الاشاره هو اس المشاكل وبيعمل مشاكل، جبته في امتحانات وفي الشرح وفي كل حاجه وبرضه لسه بنغلط فيه. لما اقول لحضرتك لما يكون في نيجاتيف هنا اكنها كام؟ نيجاتيف 1 بالباي، حضرتك هتوديها بالديفايدد، وانا قلت جمله يبقى كده اكس وكده هنا نيجاتيف 3. انا قلت جمله قبل كده، حضرتك لما بتعمل ديفايدد برقم نيجاتيف تقلب الانيكواليتي، لو بقها كده تجيبه كده ولو بقها كده تجيبه كده، يبقى بقت الاكس هي الكبيره، بقت الاكس اكبر من كام؟ من نيجاتيف 3. ماشي. السؤال اللي بعده، ادام هنا مفيش حاجه في النص يبقى كأن في ايه؟ تايمز. يلا نعمل تايمز. 5 باي نيجاتيف، هنا مفيش حاجه نيجاتيف 1، 5 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 5. حلو. طب r باور 3 و r باور 1،
ار باور 3 وار باور 1 يبقى ار باور 4. طبعا في التايمز بعمل ايه في الباور؟ انا متعود ان في التايمز بعمل بلس للباور. طب السؤال اللي بعده بيقول لك مين؟ اس باور 2. اس باور 2 هنا مفيش اس تنزل زي ما هي. طب نيجي بعد كده تي تايمز تي باور 4 يعني تي باور كام؟ تي باور 5. تي باور كام يا شباب؟ تي باور 5. فالاجابه بالنسبه لي تبقى نيجاتيف 5 ار باور 4 اس باور 2 تي باور 5. تمام جدا. السؤال اللي بعده if the number x times 10 power negative 7 is written in the scientific notation. طب عايز يعرف الاكس بكام؟ علشان ده يبقى scientific notation لازم الاكس تكون رقم greater than or equal 1 و less than 10. يعني رقم ما بين ال 1 وال 10 حتى لو كان رقم نيجاتيف. مالكش تسيبك من نيجاتيف. اولا ده 13 ما ينفعش وده 10.2 ما ينفعش. الاتنين دول بالنيجاتيف. مين اللي ما بين سيبك من نيجاتيف اصلا؟ مين اللي ما بين ال 1 وال 10؟ هو ده ال 5.8. يبقى هي دي الاجابه بالنسبه لي. تمام؟ لكن ده ال 0.6 اصغر من ال 1. اصغر من مين؟ من ال 1. السؤال اللي بعده سؤال بعيده كتير وبيجي كتير. بقول دايما لما يكون عندي سيادتك تو براكت زي بعض في كل حاجه باختلاف الساين يبقى اول في اول وتاني في تاني. x باي x x باور 2 و7 باي 7 49 ونيجاتيف باي بوزيتيف نيجاتيف. كتير مننا هيجري يختار 49. طب يا مستر طب ما هي 49. لا يا حبيبي تعالى كده بالراحه. هو الراجل حاطط لك هنا ايه؟ بلس ايه. طب ما انت المفروض تكون ماينس. فبالتالي عشان الغي البلس دي اخدها بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 49 وهي دي الاجابه بتاعتي. تمام يا شباب؟ طيب نيجي السؤال اللي بعده. طيب 3 باور اكس بلس 3 باور اكس بلس 3 باور اكس. السؤال دوت لذيذ جدا في تركايه مهمه قوي. لما اقول لك 3 باور اكس بلس 3 باور اكس بلس 3 باور اكس كنت بعمل ايه؟ باخد واحده منهم باي مين؟ باي عددهم. هم عددهم كام؟ 3. ال 3 دي باور كام؟ باور 1. مش ده 3 وال 3 تنزل زي ما هي. وانا دايما بقول في الباي بنعمل ايه؟ بنعمل بلس للباور. يبقى اكس بلس كام؟ يبقى 3 باور اكس بلس 1. فين الاجابه ديت؟ هي دي اللي في الاختيارات. كلام جميل. السؤال اللي بعده a square with a diagonal length of 12 feet ماشي its area بكام؟ طب عايز يعرف الاريا. هو الاريا بتاعت السكوير الراجل مديك الدياجونال. فانت الاريا بتاعت السكوير يا اما اس باي اس يا اما هاف باي دياجونال باور 2. يعني هاف باي كام؟ هاف باي كام بالنسبه لي؟ الدياجونال ب 12 يعني هاف باي 12 باي 12 باور 2. اكتب دي كلها على الكالكوليتر هتلاقي ان الاجابه طالعه لك بكام؟ ب 72. تمام؟ وخليك فاكر قانون الاريا بتاع السكوير هاف باي دياجونال باور 2. السؤال اللي بعده which of the following is the image of the point -2 -5 by reflection على الواي axis. وانا بقول دايما لو الراجل قال لك ريفليكشن على الواي غير اشاره الاكس، ولو قال لك ريفليكشن على الاكس غير اشاره الواي. مش ده اكس وده واي. هو بيقول ريفليكشن على الواي يبقى نغير الاكس بدل ما هي -2 تبقى 2. يبقى 2 كام؟ 2 ونيجاتيف 5. يبقى الاجابه بتاعتي بقت 2 كام؟ ونيجاتيف 5. كلام جميل. السؤال اللي بعده a trapezium with a height of 3 cm and its middle base ب 10 سنتيمتر. يبقى الاريا بكام؟ ما انا عندي قانونين. في قانون عن طريق الميدل بيز وفي قانون عن طريق البيز 1 والبيز 2. فانا معايا الميدل بيز يبقى قانون الاريا بتاعت الترابيزيوم هو ميدل بيز باي هايت. ميدل بيز باي مين؟ باي هايت. طب وهو الميدل بيز بكام؟ ب 10. طب والهايت بكام؟ ب 3. يعني 10 باي 3 بالنسبه لي ب 30. تمام؟ طيب كلام جميل. السؤال اللي بعده the rotation that makes the image of a shape in the shape is itself. هو امتى الروتيشن لما بيحصل يبقى يديني itself؟ قال لي بص هو انت لو عندك القلم ده وانت عايز تبقى الروتيشن بتاعه itself ايه اللي يحصل؟ يلف 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 لحد ما يرجع في مكانه تاني ولا لا؟ كده هو لف قد ايه عشان يرجع في مكانه؟ قلنا ساعتها يبقى لف مين؟ لف 360 ديجري. يبقى الحاجة علشان تلف وترجع مكانها بتلف قد ايه؟ 360 ديجري عشان يبقى الروتيشن بتاعها هو اتسلف. حتى كنا بنسميها وبنقول عليها ايه؟ ايدنتي روتيشن. ايدنتي مين؟ قلت كتير قوي على ديت ان هي بتتسمى ايدنتي روتيشن لان دي بتيجي في الاختيارات.
بيجي يقول لي الايدنتي روتيشن بكام؟ ب 360 او نيجاتيف 360، الاثنين صح. طيب السؤال اللي بعده the area of the rhombus ب 28. الراجل مديني الاريا بتاعت الرمبس، عايز مين بقى؟ عايز يجيب البرودكت بتاع الدياجونال، يعني عايز يعرف دياجونال 1 تايمز دياجونال 2 بكام؟ ما هو كلمة برودكت، البرودكت معناها التايمز بتاع مين؟ بتاع الدياجونال. طب وهو قانون الاريا ايه اصلا؟ هو هاف باي دياجونال 1 باي دياجونال 2. حلو، هو الراجل عايز يعرف ده بكام. طب ما هي الاريا ب 28 ايكوال هاف باي، هاف باي مين بقى؟ هاف بالنسبه لي باي دياجونال 1 باي دياجونال 2. حلو، الدياجونال ودي الهاف بالايه؟ الهاف دي بالباي وديها بالديفايدد. لما تحسبها على الكالكوليتر بالنسبه لي تطلع لك عندك هنا ديت بالنسبه لك 54، يبقى معنى كده 56 اسف، يبقى معنى كده ان الدياجونال الاولاني في الدياجونال الثاني لما اودي الهاف بالديفايدد كل ده هيبقى بكام؟ 56. تمام؟ طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعده. بيقول لك the image of the point negative 7 و negative 2 by reflection على ال y axis followed by reflection على ال x axis. انا علمتكم طريقه سريعه. لما اجي في الايمج بالذات، في الريفليكشن بالذات، انا قلت لما اقول ريفليكشن على الاكس بغير اشاره الواي، لما اقول ريفليكشن على الواي بغير اكس. طب لما اقول ريفليكشن على واي ثم اكس او اكس ثم واي بغير الاثنين. بغير مين؟ الاثنين. يعني النيجاتيف 7 تبقى 7 والنيجاتيف 2 تبقى 2، يبقى الاجابه 7 و2. تمام؟ السؤال اللي بعده what is the image of the point negative 4 1 by translation. طيب انا علشان اعمل ترانسليشن لازم اطلع البوينت اللي هيحصل بيها الترانسليشن. تعرف تطلع لي البوينت بتاعت الترانسليشن من هنا؟ قال لي هي كام؟ 1 وكام؟ نيجاتيف 4. يبقى بوينت الترانسليشن هي كام بالنسبه لي؟ 1 مين يا شباب؟ 1 ونيجاتيف 4. دي بالنسبه لي بعتبرها بوينت ترانسليشن اللي هي جنب الاكس وجنب الواي، وساعات بيديها لي جاهزه. طب انت جبت بوينت الترانسليشن بقى تعمل بيها ايه؟ قال لي خلاص اعمل الاول بلس الاول والتاني بلس التاني. يعني نيجاتيف 4 بلس 1 بكام؟ قال لي نيجاتيف 4 بلس 1 بالنسبه لي بنيجاتيف 3. حلو، طب وبعدين قال لي 1 بلس نيجاتيف 4 برضه بنيجاتيف 3. يبقى معنى كده الاجابه نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3. اتفقنا؟ طيب نيجي السؤال اللي بعده. What is the image of the point negative 4 و 2 ماشي under the rotation حوالين about الاوريجين بانجل كام؟ 90 degree. طيب للتذكره انا كنت بقول جملتين، بقول ان ال 90 هي مين؟ النيجاتيف 270 دايما، الاثنين بيعملوا نفس الحركه. هو ال 90 والنيجاتيف 270 بيعملوا ايه؟ بيشقلبوا ويغيروا اشاره الاولاني. ال 90 والنيجاتيف 270 بيشقلبوا ويغيروا اشاره الاولاني. طب ممكن اطلب طلب؟ ممكن حضرتك تشقلب الاول يبقى 2 ونيجاتيف 4، بعد ما تشقلب غير اشاره الاولاني بقت نيجاتيف 2 نيجاتيف 4. بالله عليك عشان خاطري ما تشقلبش وتغير اشاره في نفس الوقت، عشان انت مخك بيسيستم ان انت بتغير دي. بالله عليك شقلب الاول. الحمد لله شقلبنا، غير اشاره الاولاني، شكرا. اللي بعده يقول لك if the area of the square 40.5 then what is the diagonal length in centimeter. هو عايز يجيب الدياجونال. طيب هو الاريا بتاعت السكوير ايه هي؟ قال لي الاريا بتاعت السكوير هي هاف باي دياجونال باور 2 ايكوال كام بقى؟ ايكوال ال 40.8.5. ما انا لو وديت دي مش دي بالباي، حضرتك وديها بالديفايدد هاف واكتب دي على الآلة، هتلاقي ان الدياجونال باور 2 طلع بكام؟ ب 81. علشان تخلص من الباور 2 يبقى سكوير روت للطرفين، يبقى الدياجونال هيطلع معاك بكام؟ ب 9. اتفقنا؟ طيب كلام جميل، كلام ناس بتفهم. السؤال اللي بعده a باور x تايمز a باور 7 يديك a باور 14. انا متعود دايما في الباي لو البيز هو البيز بنعمل بلس للباور. كام بلس 7 يديني 14؟ فعادي يبقى 7. يبقى 7 بلس 7 بكام؟ ب 14. شكرا، مش صعبة يعني. السؤال اللي بعده يجي الراجل يقول لي what is the image of the point negative 4 و 0 by rotation. by rotation
حوالين الاوريجن بانجل 90 ديجري فولويد باي روتيشن حوالين الاوريجن بنيجاتيف 90. ايه ده يا مستر ده؟ حلها ازاي؟ انت زي الشاطر كده، لما اجي اقول لك اعمل ادي عندك اهوت الايه؟ القلم اهو، اعمل له روتيشن 90 ديجري، فانت تقوم نازل كده 90. اقول لك طب اعمل له بعد كده روتيشن بنيجاتيف 90 ديجري، فانت ترجع تاني. يبقى القلم ايه اللي حصل له؟ رجع تاني في مكانه الاصلي. يعني البوينت دي ايه اللي هيحصل لها؟ مش هتتغير، فتفضل زي ما هي نيجاتيف 4 وزيرو. ايه ده تصدق؟ طب اقول لك على حركه تانيه. امسك الرقم التاني عندك هنا، مين ده؟ 90. ومين ده؟ نيجاتيف 90. هو 90 بلس نيجاتيف 90 كام؟ بزيرو. يعني كده هيتنقل زيرو هيتنقل زيرو ديجري. في حاجه اسمها يتنقل زيرو؟ يبقى مش هيتنقل اصلا، يبقى يفضل زي ما هو. طيب السؤال اللي بعده، الترابيزيوم الاريا بتاعته ب 320 والهايت ب 16. الراجل عايز الميدل بيز. طب ما انا عندي قانون بيقول لي في الاريا بتاعت الترابيزيوم ان الاريا بتاعتك ميدل بيز باي هايت. فانت لو عايز الميدل بيز يبقى الاريا ديفايدد الهايت. الاريا بكام؟ ب 320 ديفايدد مين؟ الهايت بكام؟ ب 16. فهمتوا قصدي ولا لا؟ يبقى 32 يبقى 32 ديفايدد 16 ب 2 تطلع بكام؟ ب 20. طيب السؤال اللي بعده، what is the inequality that expressed twice the number يعني 2x greater than مين؟ greater than 9. يعني 2x اكبر من 9. شكرا. انا بعبر عن الانيكواليتي بكتبها بدل ما هي في صورة ستوري بروبلم انا بترجمها في صورة ماثماتيكال. تمام؟ طيب حلو قوي. نيجي السؤال اللي بعده، اصحى معايا كده يلا، لسه دي اخر مراجعة خلاص في السنة، يعني مش هنشوف بعض تاني غير السنة الجاية وعليك خير، فركز. وبعد اذنكم الناس اللي بتسمع محدش يسمعني، نكتب بايدينا عشان اتفاجئت ان في ناس ما بتكتبش. بنسمع، اصل احنا سمعنا يا مستر المحاضرة بجد. هو في حاجة اسمها كده؟ هو الماس بيتسمع ولا بيتحل بالايد يا رجالة؟ طيب البنات يلا معايا. طيب اول حاجة نعمل ايه في دي؟ تعود دايما اي براكتات في الدنيا لازم تفكها، فلازم تفك البراكت ده كده كده. اكس باي اكس، اكس باور 2، اكس باور مين؟ باور 2. اكس باي نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 اكس. طب وبلس مين بعد كده؟ بلس الاكس. حلو. دي مضطر تعمل سمبليفاي لان الاجابه مش موجوده. تاخد مين؟ تاخد اللايكات مع بعض. الاكس باور 2 مين؟ تنزل. بعد كده نيجاتيف 3 اكس بلس 1 تبقى نيجاتيف 2 اكس. علشان ده في اكس وده في اكس فدول لايك. يبقى الاجابه بتاعتك مين؟ اكس باور 2 ماينس 2 اكس. السؤال اللي بعده، 8abc divided 8ab. البراكت ما يخضكش. 8 divided 8 ب 1. a divided a راحوا مع بعض، b divided b راحوا مع بعض، يبقى لك مين؟ 1c اللي هي السي. اللي هي السي. طيب السؤال اللي بعده، if the probability of the student successes is 85 يبقى البروبابيلتي اللي سقطوا كام؟ ما هو احنا التوتال 100%، اللي نجحوا 85%، 85% من الطلبه اللي سقطوا 15%، يبقى هم دول اللي سقطوا، يعني 100 minus ال 85. السؤال اللي بعده بيقول لك what is the image of the point 7 و negative 4 by translation. خلي بالك بقى، ادي النقطة 7 و negative 4 قال لك translation 5 units in the negative direction of مين؟ of x axis. يعني انت هتغير في مين؟ في الاكس. انا كنت بقول لو قال up او down بغير في الواي. الاب بلس الداون ماينس. لو قال رايت او ليفت بغير في الاكس. الراجل هنا ولا قال لي رايت ولا ليفت ولا اب ولا داون، قال لي انا بغير. انا 5 نيجاتيف يعني نيجاتيف 5 على الاكس اكسس، يعني 7 ماينس 5 بكام؟ ب 2 ونزل الواي زي ما هي، يعني 2 نيجاتيف 4. اتفقنا؟ هو الراجل قال لي انت بتتحرك 5 خطوات في اتجاه النيجاتيف، يعني نيجاتيف 5 يعني ماينس 5. بالنسبه لمين؟ للاكس اكسس. جاب سيره الواي؟ ما جابش، يبقى نزلها، انت مالك بالواي. يعني الاجابه دي مستبعده والاجابه دي مستبعده والاجابه دي مستبعده اصلا، لان الواي مش هيتغير فيها حاجه. السؤال اللي بعده، هاف اكس بلس 1 وهاف اكس ماينس 1. انا دايما بقول لو التو براكت زي بعض في كل حاجه باختلاف الاشاره تعمل ايه؟ اول في اول وتاني في تاني. لما تعمل اول في اول
هاف باي هاف ب1 على 4، يبقى هنا 1 على 4، يبقى الايه بكام يا ريس؟ ب1 على 4. والله العظيم الاسئله ما صعبه، منهج الترم دوت في اولى اعدادي اسهل المناهج، اسهل المناهج بامانه. الترم الاولاني عندكم كان اتقل والسنه الجايه اتقل. تمام؟ طيب نيجي اللي بعده. x minus 3 if ال x minus 3 greater than 1. يعني الماينس 3 تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبلس. لو انا بحل انيكواليتي يبقى الاكس اكبر من الفور. كلهم بيقول لك then which of the following could be the value of x. انهي واحده في دول تنفع اكس؟ هل الزيرو اكبر من 4؟ لا. النيجاتيف 3 لا. الفور اكبر من 4 لا. يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع مين؟ هي ال5. تمام. غيره كيوبيك روت للاكس باور 12. كنا بنحل الاسئله دي ازاي؟ طيب بص بقى يا حلوين. اولا حل دي، حل دي الاول. ده كيوبيك روت، عشان تخلص من الكيوبيك روت تعمل دوت ديفايدد 3، فتبقى 12 ديفايدد 3 باكس باور 4. حلو. وانت عايز الاكس باور 4 كده كده، ده كده كله اتشطب خلاص، ده مش عايزينه تاني. بقت الاكس باور 4 ايكوال سكوير روت لكام؟ انت حضرتك علشان تدخل الاكس باور 4 دي جوه لازم تعمل لها باور 2، مش هتخش جوه السكوير روت يبقى باور 2، يبقى تدخل جوه اكس باور 4 ويتعمل لها باور 2. فباور الباور بيتعمل ايه قلنا قبل كده؟ بيتعمل تايمز، فتبقى اكس باور كام؟ 8. علشان تدخل تحت تمسك الحاجه تدخلها تحت السكوير تحط لها باور 2 تاني، عشان تدخلها تحت الكيوبيك روت تحط لها باور 3. ركز في دي. السؤال اللي بعده. الفوليوم A cube has a volume 8. يعني الفوليوم ايه قانونه اصلا؟ اس باور 3. حلو. ايكوال كام الفوليوم دوت؟ ب 8. وهو الفوليوم ايكوال اس باور 3 ب 8. عايز يعرف اللينث بتاع الايدج لينث بكام؟ يبقى خد ادم ده باور 3، بخلص من الباور 3 بالكيوبيك روت لده والكيوبيك روت لده. اكتب كيوبيك روت لده على الاله تطلع الاجابه ب 2 سنتيمتر. تمام. سؤال غيره. half of number 2 power 10. half يعني 1 على 2. of يعني times 2 power 10 اهي، ودي اكنها اوفر مين؟ 1. اضرب 1 باي 2 باور 10 يعني 2 باور 10، عشان انا ايه؟ بنتعامل مع ادنى الدماغ يعني. ماشي؟ طيب حلو. فهنا 2 وهنا باور 1. طيب في الديفايدد بنعمل ايه؟ ماينس للباور، يبقى 2 باور 10 ماينس 1 ب 9، يبقى الاجابه 2 باور مين؟ 2 باور 9. ما انا في الديفايدد لو البيز هو البيز بعمل ايه؟ ماينس للباور. اتفضل. السؤال اللي بعده. In an experiment of rolling a fair die once, what is the probability of appearing number less than 5؟ انا في الداي. مين الداي؟ الزهر اللي انت حضرتك بتلعب بيه. الزهر في 1 2 3 4 5 6، في كام حاجه؟ 6 حاجات. يبقى دايما في الداي الدينومينيتور 6. حلو. قال لك probability of appearing number less than 5، ارقام اصغر من ال 5. مين الارقام اللي اصغر من ال 5 في الداي؟ 4 3 2 1، اربع ارقام من السته، يبقى 4 على 6. واوعى تسيبها كده لانك لازم تجيبها in the simplest form، فلما تجيبها in the simplest form على الاله تطلع ب 2 على 3. تمام؟ تمام يا شباب؟ حلو. السؤال اللي بعده. السؤال اللي دايما بقعد ازن فيه وللاسف بيتحل غلط، مش عارف ليه بس ما علينا يعني. طيب هو انت لما يكون عندك براكت عليه باور 2 بنحله ازاي؟ باور الاول باور الثاني، لسه مراجعها من شويه، باور الاول باور الثاني 2 باي الاول باي الثاني. باور الاول 2 باور 2 4 اكس باور 2، سيب مسافه 5 باور 2 هنا بلس 25. بعد كده ماينس تنزل ماينس، اضرب 2 باي 5 10. باور الاول باور الثاني 2 باي الاول باي الثاني 2 باي 5 10 باي 2 20. 20 مين بقى؟ 20 اكس. حلو. انت عايز مين؟ عايز البي. البي اللي جنبيها بلس، فانت خد البي بالاشاره بتاعتها نيجاتيف. عارف لو كانت دي ماينس كنت تروح راس الراجل حاطط الماينس، خد انت ال 20. فالاجابه هنا بقت مين؟ نيجاتيف 20. اللي بعده. كيوبيك روت للاكس باور 6. نعمل ايه؟ طيب من ضمن الحركات اللي نركز فيها نعمل ايه؟
ادي كيوبيك روت للاكس باور 6 تعملها دي كيوبيك روت عشان تشيلها تعمل ده ديفايدد 3 فده كله كده باكس باور 2 شكرا. الاكس باور 2 عشان تدخل تحت السكوير روت 2 تعمل لها باور 2 اكس باور 2 اول باور 2 اللي هي كام؟ اللي هي اكس باور 4 في اخر الدنيا اهي. ماشي غيره يلا بسرعه. which of the following equal لده؟ ده scientific notation. حرك البوينت كده 1 2 3 4 5 بس كفايه 5 ليه؟ عشان تبقى 7.52 باي 10 باور 5. حضرتك لما بتحرك البوينت يمين يبقى الباور نيجاتيف، لما بتحرك البوينت شمال يبقى الباور بوزيتيف، يبقى الإجابة هي دي. اللي بعده the probability of the certain event، الحدث المؤكد certain event أو الشور، ممكن يتقال عليه كلمة شور، الاتنين صح ب1 اللي هي 100%. وأنا عندي بوكس كله كور ريد، احتمال ان الكرة اللي اسحبها كرة ريد اكيد ده حاجة مؤكدة، حاجة شور ايفنت او certain event دي بيتقال عليها 1 هول او 100%. لكن لو انا عندي بوكس كله كور ريد احتمال ان اسحب كرة وايت، هو ما فيهوش وايت اصلا، ده حاجة impossible مستحيل. فالشور ايفنت ب1 او 100%، ب1 او 100%، لكن الامبوسيبل ايفنت بزيرو، الامبوسيبل ايفنت بزيرو. حلو نيجي اللي بعده. The sum of the probabilities of all possible outcomes of any random experiment بكام؟ مجموع الاحتمالات كلها المفروض يديني كام؟ مجموع الاحتمالات الممكنة، مجموع البروبابيلتيز اللي هي possible بتاعتي لازم يديني 1 whole. مجموع الاحتمالات كلها لازم يديني ايه؟ 1 whole. السؤال اللي بعده. A card carrying a letter from the word school. كلمة school، كلمة سكول لو انا رحت اكتبها على السيمبل سبيس بتتكتب ازاي؟ اولا اس سي ماشي اتش او ال. طب ليه ما كتبتش الاو مرتين؟ عشان انا في الست ما بينفعش اكرر الحاجة. فكلمة سكول بيقول لك حرف الاس، البروبابيلتي بتاعت حرف الاس كام؟ هو حرف الاس موجود كام مرة في كلمة سكول؟ مرة واحدة. من كام حرف؟ من 5 حروف، يعني 1/5 عادي. عارف لو كان الراجل قال حرف الاو، لو كان قال حرف الاو كنت قلت حرف الاو موجود مرتين. من كام؟ من الفايف، لان انا بقول النمبر بتاع الحاجه على النمبر اوف سيمبل سبيس، السيمبل سبيس فيها 5 فبالتالي الاجابه 1 على 5. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده. in an experiment of a rolling fair die الزهر برضه. طب الداي كده كده قلنا الدينومينيتور بتاعه دايما مين؟ 6 عشان عنده 6 فيسز. عارف لو كوين اللي هو الهيد والتيل، لو كوين هقول 2 لان الكوين احتمال ظهور الهيد اللي هو الملك والكتابه، الهيد هاف والتيل برضه هاف. ده مين؟ ده بالنسبه للكوين. تعالى بقى هنا بيقول لك the probability of appearing a prime even number. ايه ده؟ مين البرايم ايفن في الداي؟ البرايم وايفن في نفس الوقت هو ال2 بس. ال2 ده كام رقم؟ هو رقم واحد، يبقى 1 من 6، يبقى الاجابه 1 على 6. تمام؟ حلو قوي. عايزين نحل دي سكوير روت ل 25 اصلا بكام الاول؟ ب 5. طب وسكوير روت لل 4 بكام؟ ب 2. 5 بلس 2 كام؟ ب 7. عايزين ندخل ال 7 دي تحت السكوير روت يبقى يتعمل لها باور 2. طب 7 باور 2 بكام؟ ب 49. اشكرك اشكرك اشكرك. وبكده نقدر نقول ان الاسئله بتاعت الايه اللي تشوز كلها خلصت، وبكده ندخل على الايسي كويستشنز. تمام؟ طيب اول سؤال عندنا هنا بيقول لنا ايه؟ اول سؤال بيقول لي find the value of the ايه of the following 2 power 3 times 2 power negative 5 over 2 power 6 times 2 power negative 3. الغلطه والكارثه السوداء اللي انا بشوفها ان احنا بنحل السؤال ده يا اما كالكوليتر، وده سؤال مقالي يعني حضرتك هتنقص فيه قد كده. الناس اللي فاكره ان اسهل حاجه الخطوات القليله، يا شباب ما هو لو الخطوات تنفع قليله كنا احنا قلنا من الاول، كنا احنا سهلنا عليكم وعلى نفسينا. لكن كل حاجه هنا بخطوتها، عشان في ناس ترجع تقول لي يا مستر هو انا نقصت ليه في الامتحان؟ ما انا عامل كل حاجه صح. وده الغلطه اللي بتحصل. اولا عشان احل سؤال زي دوت لازم امسكه حته حته، لازم امسك اللي فوق الاول لوحده وامسك اللي تحت الاول لوحده. هو مين البيز؟ مش 2؟ حضرتك اتفضل نزل ال2، الاقي الناس عامله لي 3 بلس نيجاتيف 5 وكبها لي مكان ال2،
وال2 خلاص اكنها اتشالت. يا حبيب قلبي مش في اختراع في الدنيا اسمه البيز. يبقى نزل ال2 نعمل بلس للباور يبقى 3 بلس نيجاتيف 5. برضو اكتب كده، يا ريت بعد اذنكم نكتب كده. اللي بعده 2 باور مين 6 بلس نيجاتيف 3. تمام. طيب وهنا بقى بالنسبه لي انهم عاملين دي واحده واحده كده برضو. احسب اللي فوق، نزل ال2 هنا ونزل ال2 هنا. اتفضل احسب 3 بلس نيجاتيف 5 بنيجاتيف 2. طب و6 بلس نيجاتيف 3 بنيجاتيف ب 3 اسف. ماشي ب 3. طيب بعد كده بقى قال لي دوت ديفايدد. في الديفايدد بتعمل ايه؟ بنعمل ماينس للباور. برضو اتفضل نزل البيز. ونيجاتيف 2 في الديفايدد ماينس 3 اكتبها على الآلة يبقى 2 باور نيجاتيف 5. اكتب دي على الآلة حضرتك هتطلع لك ب 1 اوفر 32. ما تسيبهاش كده. شايف كل ده؟ حضرتك بتختصرهولي في الرقم ده والرقم ده من غير حتى البيز بتاعته، والحمد لله الإجابة يا راجل. والله أنا لو واحد بصحح ساعتها مش هديك غير نص درجة من التلاتة. تمام. حضرتك مطالب تعمل الخطوات حته حته، لان ده سؤال مقالي مش تشوز. تشوز يعمل اللي انت عايزه ان شاء الله ترزحها لي كلها على الاله، مش هقول لك لا، لكن ده مقالي. ماشي. اللي بعده نفس الكلام برضو، واحده واحده. امسك اللي فوق الاول ثم اللي تحت، فبالتالي تعمل فراكشن كبير. اول حاجه تعملها ايه بالنسبه لي؟ ادي اكس باور مين؟ ادي الاكس تنزلها اهي. اكس باور مين؟ اكس باور نيجاتيف 3. بعد كده وهنا تايمز مين؟ تايمز نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4. حلو قوي. اوفر مين بقى بالنسبه لك؟ قال لي اوفر اكس برضو. مش ده ديفايدد؟ تعمل بلس للباور يبقى نيجاتيف 5 بلس كام؟ بلس 2. حلو الكلام. اتفضل اكتب. شد فراكشن تاني، نزل الاكس ونزل الاكس. الاقي ناس بقى اغبياء خدوا ال2 دي وعوضوا بيها من الاول. شكرا على كده، حضرتك ما خدتش غير نص درجه يا عم. مش انت راضي؟ ارضى بقى براحتك خلاص. طيب هيجي حد دلوقتي يقول لي بس هو انت بتعصب ليه ورا الشاشه؟ لان انا بتفاجئ في الشغل عامه الاقي ناس فعلا عامله الحركات دي وبتبلغ مره واثنين وثلاثه وعشرة وبرضه نفس الغباء. تمام. طيب نيجي غيره بقى. نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 بكام؟ بنيجاتيف 7. طب نيجاتيف 5 بلس 2 بكام؟ بنيجاتيف 3. حلو. طيب هنا بقى بعد كده في الديفايدد بنعمل ايه؟ ماينس للباور. نزل الاكس اهي. اعمل ماينس نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 3. طلع كده الاجابه اللي هتطلع لك باكس باور كام؟ نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 3 على الكالكوليتر بنيجاتيف 4. حلو. يبقى بالتالي احنا دايما بنقول مش بنحب الباور النيجاتيف، فتبقى 1 على اكس باور مين؟ باور الفور. الراجل بقى بعد كل ده بيقول لك عوض. امسك الاجابه مش تمسك المساله. تعوض عن الاكس ب 2، فانا اقول له ات اكس ايكوال 2 يبقى 1 على 2 باور 4 يعني 1 على 16. يعني دي تعتبر حته من المساله اصلا. صح ولا لا؟ طيب اللي بعده غيره. قال لي تعالى نفس الكلام بس في تركايه بقى هنا، ودي تركايه مهمه. هو انت الباور ده ايه؟ ايفن. بيعمل ايه في النيجاتيف اللي جوه؟ بيشيلها. الباور ده ايه؟ ايفن. بيشيل النيجاتيف. الباور ده ايه؟ اود. بيطرد النيجاتيف بره. فتبقى بالنسبه لي المساله شكلها الجديد بالنسبه لي بقت فيه نيجاتيف بره. وعندك اكس باور مين؟ 6 تايمز اكس باور مين؟ اكس باور 3. صح؟ اوفر اكس باور مين بالنسبه لك انت؟ 5 تايمز اكس باور مين؟ اكس باور 2. حلو. يلا يا عم اوعى تنسى النيجاتيف معاك في طريقك. في دوت اكس ودوت اكس كده. في الديفايد في البلس في التايمز بتعمل في الباور بلس يعني 6 بلس 3. في التايمز بتعمل في الباور بلس يعني 5 بلس 2. حلو. بقت اكس باور 9 اوفر اكس باور مين؟ باور 7. وطبعا ما تنساش النيجاتيف، حطيتها فوق حطيتها تحت حطيتها بره في الجنب مش فارقه. بقت نيجاتيف اكس. مش ده ديفايدد؟ اعمل ماينس للباور 9 ماينس 7 فتبقى نيجاتيف بتساوي نيجاتيف اكس باور كام؟
x باور 2. وده اللي انا بلاقيه في الامتحان. لو حد عامل كده ده راجل محترم، لكن لو مش عامل كده يبقى مش محترم. بس اللي بعده find the solution set of the equation in z. حل الايكويشن ودي الماينس 2. الاول بنستوى على الاضعف ثم الاقوى ثم الاقوى، يعني بالنسبه لي نخلص من البلس والماينس وديها بالبلس، يبقى 3x باور 2 ايكوال مين؟ 12. حلو. ال 3 دي بالباي توديها بالديفايدد، يبقى الاكس باور 2 ايكوال كام؟ 4. علشان تخلص من الباور 2 سكوير روت لده وسكوير روت لده، يبقى الاكس بكام؟ يجي ناس تقول لي 2. ارحموني، انا دايما بقول السكوير روت اجابته بتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف. والراجل كمان بيقول لي ان زد، يعني ما تنساش السوليوشن سيت. السوليوشن سيت بكام؟ السوليوشن سيت بالنسبه لي هل دول موجودين في زد؟ يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 2. طب يا مستر لو مش موجودين في الزد يبقى اجابتي ايه؟ يبقى اجابتي فاي. ايه ده؟ هو لو في حاجه افرض ده طلع فراكشن، هل الفراكشن في الزد؟ لا، يبقى اجابتك فاي. تمام. اللي بعده find the solution set of the inequality in Q. حلو، يلا حل دي الاول. طيب دي جبتها في امتحان من امتحاناتي، وبرضه اتفاجئت ان في ناس ما عرفتش تحلها، مش فاهم ليه، بس انا منبههم وقايل كل مسائل الدنيا اللي انا بحلها قلت لقيت براكت قدام عينك فكه الاول. ما راحوش يفكوا البراكت، وحتى لما فكينا البراكت فكينا بغباء. ازاي؟ 2 باي اكس، 2 باي اكس بكام؟ ب 2 اكس بلس 2 باي 1 ب 2. شكرا. طب بعد كده less than or equal 5 باي x 5x 5 باي نيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 20. الكلام مش رخم، يعني الكلام طريقته مش رخمه. انا فكيت البراكتات بقت بالشكل الظريف ده. متعود دايما اجيب الاكسات في طرف واجيب الارقام في طرف، فناخد ال 5x اجيبها هنا بالماينس، واخد ال 2 اوديها الناحيه الثانيه برضه بالماينس، فتبقى بالنسبه لك مين بقى يا عمنا؟ 2x. مين اللي جالها؟ ال 2x. مين اللي جالها هنا؟ ثانيه واحده بس، ماينس ال 5x less than or equal. وبعدين النيجاتيف 20 مين اللي راح لها؟ ماينس ال 2. امسك بقى، تعالى اقفش. 2x ماينس 5x بكام؟ بنيجاتيف 3x less than or equal كم؟ نيجاتيف 22. والله كنت جايبها في الامتحان تقريبا بنفس الارقام، يعني كانت مش عارف ليه غلطنا فيها، بس ما علينا، يعني في ناس غلطت فيها. نيجاتيف 3 وديها بالايه؟ بالديفايدد، يبقى ديفايدد نيجاتيف 3. تمام. طيب وبعدين يبقى معنى كلامي ان الاكس مالها بقى less than or equal كام؟ 22 على 3. 22 على مين؟ على 3. هو قال لك في الكيو، هو قال لك في مين؟ في الكيو. طيب وبعدين قال لك في الكيو، يبقى السوليوشن سيت هي مين بقى؟ اكس، والاكس دي بلونج لمين؟ للكيو، واخد الانيكواليتي احطها. عندنا غلطة كبيرة هنا واللي خد باله منها جدع. ايه هي؟ يا مستر انت ايه اللي عملته ده؟ مش انت قلت لما بتعمل ديفايدد برقم نيجاتيف بتقلب الانيكواليتي؟ انت ازاي ما قلبتهاش؟ ازاي دي تعدي عليك؟ ما ينفعش. تمام. يبقى x greater than or equal مين؟ 22 over مين؟ over 3. شكرا كده طلعنا الانيكواليتي. السؤال ده كان في الامتحان ابو 2000 جنيه، والناس اللي سمعاني هتفتكر الكلام ده. طبعا في ناس جابته بس ما علينا. طيب نيجي السؤال اللي جاي. find the solution set for the equation in z. حلو. مين اللي مكتفني؟ اولا هلاقي ناس تقول لي يا مستر طب ما نودي ال 3 بالماينس. ما ينفعش يا حبيبي. ليه؟ لانك عندك باور على البراكت كله مكتفك، فانت ده مكتفك يبقى لازم تخلص من الباور الاول. مين عدو الباور؟ الروت. فعدو الباور 3 هو ان انت تعمل له كيوبيك روت هنا وكيوبيك روت هنا، فالباور 3 والكيوبيك روت يطيروا بعض، يبقى لك ان الاكس بلس 3 بكام؟
ديت ب4. بقت مسألة هبلة جدا. وادي دي بالماينس يبقى الاكس بكام؟ 4 ماينس 3 ب1. يبقى السوليوشن سيت هي مين؟ هي ال1. بس كده. يبقى المشكلة كلها مش في المسألة، في الباور ده خلصت منه، بقت مسألة ما فيهاش مشاكل. غيره find the solution set of the equation in Z. أي equation عشان أحلها المنظر ده لازم الإكسات يجوا في طرف والأرقام يروحوا في طرف، فال2x دي تيجي هنا بالماينس ودي تروح هناك الناحية التانية بالإيه؟ بالبلس. فأنا بكل بساطة أقول لك تعالى يبقى 3x باور 3 ماينس 2x باور كام؟ دي باور 3. 2x باور 3 الكلام ده ايكوال 5 بلس 8 بلس 3. طب ما ديت هتبقى بقالك 3x باور 3 لما تشيل منها 2 يبقى لك x باور 3 بس. ايكوال مين؟ ال 8. خد كيوبيك روت لده وخد كيوبيك روت لمين؟ لدوت. فبالتالي اجابتك تطلع مين؟ الاكس تطلع معاك ب 2. موجوده في زد؟ اه طبعا. طب يا مستر فين البوزيتيف والنيجاتيف؟ ده كيوبيك روت يا عسل مش سكوير روت. فالاجابه بتاعتك هي بالنسبه لك مين؟ ال2. اتفقنا؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. تمام لحد هنا؟ غيره قال لي برضو نفس الكلام equation inequality قصدي. خلاص ودي الاول ال4 بالبوزيتيف اهي وديها هناك بالماينس. يبقى نيجاتيف 3x جريتر ذان 13 ماينس 4 بكام؟ ما انت شيلها بقى وديها ماينس. 13 ماينس 4 بقت 9. النيجاتيف 3 دي بالباي وديها بالايه؟ بالديفايدد. وانا متفق اتفاق لما تعمل ديفايدد رقم نيجاتيف ما تستناش اقلب الانيكواليتي. يبقى الاكس جريتر ليس ذان مين؟ نيجاتيف 3 اهي. مين الارقام اللي اصغر من نيجاتيف 3 في الزد؟ اقوم قايل له كده السوليوشن سيت بقى. الارقام اللي اصغر من نيجاتيف 3 اصغر يعني نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 نيجاتيف 7 اند سو اون وكمل انت. طيب غيره simplify of to the simplest form. عايزين نعمل دي simplify. اكتب دي على الآلة تطلع ب 2 على 5 بلس اكتب دي على الآلة تطلع ب 1. اكتب دي على الكالكوليتر تطلع بكام؟ شفت آلة وكالكوليتر يعني مش فاهم ازاي بس معنى. طيب تطلع ب 3 على 5. احسب دي كلها تطلع معاك الإجابة في الآخر ب 2. شكرا. تمام؟ طيب الأسئلة اللي أنا أقدر أعملها كالكوليتر بقول لك أنا أعملها كالكوليتر. أنا بتلاقيني من نفسي بقول لك. تمام؟ اللي بعده بيقول لك write the result of the following in the scientific notation. هتعمل إيه؟ طيب بص يا باشا. أولاً كنا بنقول في الساينتفك نوتيشن المنظر ده ما ينفعش. فبالتالي لازم تعمل إيه؟ لازم يكون الباور ده في البلس والماينس بالذات لازم يكون ده زي ده. طب وهو أنا علشان يكون ده زي ده أعمل إيه؟ قال لي حرك الرقم ده مرة كده. حلو؟ فبقت 21. فلما تحركه مرة يمين تزود على الباور كام؟ 1. الرقم لما بتحركه يمين استنى بس ده انت هتنقص. ده انت ايه هتزود على الباور 1 تمام. او اقول لك على حاجة اسهل. خلينا في السهل. خليك تصغر ال5 اسهل. خلاص انا مش عايز ارخم عليك وتحرك دي شمال فتبقى رقم ديسمال هيقفلك اصلا. هو انت لما بتحرك البوينت يمين بتنقص كده. فانت بتحرك يمين بتنقص 1. طب انا دي حركها يمين ونقص 1 احسن لي ونقص 1 فتبقى 41. فتبقى بالنسبه لي عندك هنا بقى 2.1 تايمز مين؟ 10 باور 4 زي ما هي. بعد كده بلس 41 تايمز مين؟ 10 باور 4. حلو بقوا بقوا بالنسبه لي زي بعض 10 باور 4. قال لك طيب اكتب تايمز 10 باور 4 دي بره واكتب الرقمين مع بعض جوه 2.1 بلس 41. حلو بقت 43.1 تايمز ال 10 باور 4. تعمل ايه بقى؟ خلاص رجع البوينت تاني كده بقت 4 بوينت مين؟ لما ترجعها تاني تزود 1 تبقى 4.31 تايمز 10 باور كام؟ باور ال5. اتفقنا يا شباب؟ حلو قوي. غيره بس الباي اسهل. ليه؟ الباي لما انت تعمل ديفايدد هتعمل الرقم ديفايدد الرقم وده ديفايدد ده. ف5 ديفايدد 2.5 هيديني 2 اصلا. حلو تايمز
10 باور 4 ديفايدد 10 باور نيجاتيف 3، في الديفايدد بنعمل ماينس للباور، ف4 ماينس نيجاتيف 3 ب 7، فالاجابه تبقى 10 باور مين؟ باور 7. هي دي الاجابه على طول وخلصت. فانا عملت الرقم ديفايدد الرقم وده ديفايدد ده وطلعت الاجابه بتاعتي. تمام؟ ده في الديفايدد والباي. عارف لو باي هعمل ده باي ده وده باي ده واطلع اجابتي برضو عادي. المهم ان اللي طلع هنا تمام واللي طلع هنا تمام، لان شرط الساينتفك نوتيشن ان يكون الرقم ده ما بين ال 1 وال 10 greater than or equal 1 و less than 10، وان يكون ده ما يكونش ديسيمال. حلو. غيره عايز يعمل دي سمبليفاي. اي سمبليفاي فك البراكتات الاول. فانت الاول لازم تفك ال 4x. 4x باي 3x. طب واحده واحده. 4 باي 3 ب 12، x باي x باور 2. حب الناس اللي تمشي بهدوء كده على ايه؟ على هادي في المساله. 4x باي نيجاتيف 1، 4 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4، والاكس تنزل زي ما هي. غيره امسك بقى البراكت التاني ده بلس. لذيذ. عارف لو بوزيتيف بفرح. ليه؟ البوزيتيف لما تدخل على البراكتات ملكه تنزل زي ما هي، ما بوظش اي حاجه. لكن لو كان في بره نيجاتيف بتدخل على البراكت تشقلب اشاراته كلها. تمام؟ قال لي طيب يبقى بعد كده بلس 2x باي x يبقى 2x باور 2. 2x باي 3 انا دخلت ضربت ده في ده وده في ده. بعد كده 2 باي 3 ب 6x. حلو الكلام. غيره بقى. حلو. نعمل ايه؟ 12x باور 2 وهنا 2x باور 2. 12 بلس 2 14. 14 مين؟ x باور 2. طب ما هو نيجاتيف 4x بلس 6 يبقى ب 2x. نيجاتيف 4 بلس 6 ب 2 يبقى 2x. دي الإجابة بتاعتي. الراجل عايز يعوض بنيجاتيف 1، يبقى لما الاكس ايكوال نيجاتيف 1 يبقى 14 باي وحط النيجاتيف 1 ما بين براكت باور 2 بلس 2 باي مين؟ 2 باي نيجاتيف 1. ماشي؟ وطلع اجابتك على الكالكوليتر. استنى بس معلش ثانية عشان دوسنا هنا بالغلط. 2 باي مين؟ 2 باي نيجاتيف 1. اتفقنا؟ وطلع دي كلها على الآلة فهتطلع في الآخر 12. ده المهم يعني. تمام؟ طيب اللي بعده الحوار اللي بيضايقني دايما فك البراكتات. مش بيضايقني انا بس، بيضايقني من اللي انتوا بتعملوه لان ده غباء. لما يكون عند حضرتك ده لسه قايلينها في التشوز التو براكت زي بعض في كل حاجه باختلاف الاشاره، يبقى اول في اول وتاني في تاني. اكس باي اكس اكس باور 2. 7 باي 7 49. نيجاتيف باي بوزيتيف نيجاتيف. شكرا. هي دي الاجابه. خلصت. اصحى معايا. اصحى كده وفوق لي. تمام؟ لحد هنا تمام؟ كل حاجه اعتقد بتتلم. اللي بعده براكت باور 2 لسه قايلين باور الاول باور الثاني 2 باي الاول باي الثاني. حلو. 2 باور 2 4. طب والاكس اكس باور 2. جميل. طب وبعد كده 3 باور 2 بكام؟ ب 9. باور الاول باور الثاني ودي بلس 2 باي 3 6 باي 2 يعني 12 والاكس تنزل زي ما هي. ادي الفكه الثانيه. دي بستخدمها في الحل كتير ودي بستخدمها في الحل كتير ودي بستخدمها كتير في وسط المسائل، فلازم يكونوا مهضومين بالطريقة دي. اللي بعده براكتين مختلفين عادي جدا. شنب ودقن. شنب وايه؟ ودقن. فاكرين شنب ودقن؟ ادي الشنب 2 باي 4 ب 8 اكس باور 2. حلو. طب و2 باي 5 ب 10 اكس. طب نيجي بعد كده نيجاتيف 3 باي 4 نيجاتيف 12 اكس. بعد كده نيجاتيف 3 باي 5 بنيجاتيف 15. هلاقي بالحظ كده او دايما بلاقي في الحركه دي بالذات بلاقي معظم الاوقات ان الاثنين دول لايك، فيبقى 8 اكس باور 2 بلس 10 ماينس 12 بكام؟ بنيجاتيف 2 اكس. بعد كده ماينس مين؟ ال 15. كده انا فكيت البراكتات. يبقى دايما ما تعمليش ما تروحش تفك لي براكتات وخلاص. طب انت فكيت البراكتات، شوف السمبليفاي. ايه هو السمبليفاي؟ الاكس مع الاكس والاكس باور 2 مع الاكس باور 2 والرقم مع الرقم، كل حد مع اخوه. تمام؟ طيب مسألة
مسألة تانية فيها فكرة برضو ويا ريت نركز فيها، دي دايما بتجيلي، دي برضو تعتبر شنب ودقن، لأن الإكس هتتضرب هنا وهنا وهنا بس شنب كبير شوية. إكس باي إكس باور 2، إكس باور مين؟ إكس باور 3. إكس باي نيجاتيف إكس، يبقى نيجاتيف إكس باور 2. إكس باي 5 ب 5 إكس. بعد كده نيجاتيف 3 باي إكس، نيجاتيف 3 إكس باور 2. ماشي؟ نيجاتيف 3 باي نيجاتيف اكس، نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف، 3 باي اكس 3 اكس، ونيجاتيف باي 5 يبقى نيجاتيف 15. حلو، شفت اللي انت عملته ده؟ ما خلصش على كده، والله ما خلص على كده. لازم تجمع اللايكات، لازم تلم دنيتك، تحس ان الموضوع مبهوأ، ده مبهوأ كده. يلا نلم دنيتنا. نلم دنيتنا ازاي؟ الاكس باور 3 ملهاش اخوات، تنزل زي ما هي. طب وده نيجاتيف 1 اكس باور 2 مع مين؟ مع النيجاتيف 3 اكس باور 2. نيجاتيف 1 ماينس 3 بنيجاتيف 4 اكس باور 2. طب نمسك بعد كده ال 5 اكس مع 3 اكس، 5 بلس 3 بكام؟ ب 8 اكس، وكل حاجه باشارتها، والنيجاتيف 15 ملهاش حد زيها. كده احنا لمينا الدنيا شويه كده، بدل ما هي كانت متبعتره اتلمت. شكرا. دي بقى انا قايل دايما فك مين؟ فك البراكتات. x minus 4 all power 2 plus 8x. يا عم سيبك من ده خالص، فك ده الاول يا استاذه انت وهي، فك ده الاول. حبايبي الحلوين بالله عليكم نركز. باور الاول باور التاني يبقى x باور 2، باور التاني يعني 4 باور 2، بقول دايما دي بلس 4 باور 2 ب 16. الاقي ناس كاتبه لي 4 باور 2 ب 8. يا عم ما تتفزلكش، ما تتفزلكش. 4 باور 2 اكتبها على الآلة 4 باور 2. بطلوا فزلكه شويه والنبي. تمام. ودي ماينس 2 باي 4 8، 8 باي اكس يعني 8 اكس، وفي بلس 8 اكس بره نزلها زي ما هي. اجي بقى للسمبليفاي واجي للمفاجاه. ايه هي؟ ان دي نيجاتيف 8 اكس وديت 8 اكس، الاتنين يطيروا بعض. مين اللي اتبقى لي؟ اكس باور 2 بلس مين؟ بلس ال 16. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. نيجي اللي بعده. سؤال سمبليفاي. فك البراكت ده الاول، فك البراكت ده، البراكتات دي الاول. يلا اشتغل شغلك العادي. فك ده لوحده وفك ده لوحده وحطهم في براكتات في ماينس في النص. خلي بالك عشان دي الشيطان اللي في المسألة هي الماينس. انا بعتبر ان الماينس دايما عفريت المسألة. تمام؟ الماينس اللي في النص دي عفريت المسألة. تمام اهي. ليه؟ عشان دي اللي بتودي في داهية في الحل، ودت ناس كتير في داهية. طيب اول حاجة براكت باور الاول ادي a باور 2، باور التاني ادي b باور 2. والسؤال ده انا كنت حليت زيه في مراجعة الشهر الاولاني. b باور 2 بعد كده 2 باي a باي b يبقى 2ab. حلو. نزل الماينس، ودايما لو عندك ماينس اللي بعدها لما تفكه خليه في البراكت لسه، خليه في براكت. لما تفكه خليه جوه البراكت. تو براكت زي بعض في كل حاجه باختلاف الاشاره، يبقى اول في اول وتاني في تاني. a باي a باور 2 وماينس b باي b باور 2. ايوه انت بقى عايز ايه يعني؟ انت ايه اللي مضايقك في الاشاره يا حبيب قلبي؟ لو انت عندك ماينس وبعديها براكت، الماينس دي لو دخلت على البراكت بتشقلب حاله، بتشقلب حاله. يبقى a باور 2 بلس ال 2ab بلس ال b باور 2. دخل بقى النيجاتيف، نيجاتيف a باور 2 ودي نيجاتيف ونيجاتيف تديك بوزيتيف b باور 2. كده تعمل سمبليفاي بقى، فتلاقي ان انت عندك ال a باور 2 بالبوزيتيف اهي، ودي بالنيجاتيف طاروا مع بعض. عندك بقى 1b باور 2 و 1b باور 2 زي بعض بالبوزيتيف هما الاثنين، فيبقوا 2b باور 2 بلس 2ab. ودوت السمبليفاي بتاعي. الراجل قال لي بعد ما تخلص عوض عن الاي ب 1، ما تجريش زي العبيط وعوض في الاول. انا بعوض في الاجابه اللي انا جبتها، فاقول لك عوض عن الاي ب 1 والبي بكام والبي بكام.
والبي بنيجاتيف 2. تمام؟ طيب الايه بكام؟ ادي 2 تايمز 2 تايمز كام بقى؟ البي بكام؟ بنيجاتيف 2. وما تنساش تحطها ما بين براكت باور 2، لانك لو ما حطيتهاش ما بين براكت وكتبتها على الاله هتطلع غلط. بعد كده بلس 2 تايمز الايه بكام؟ الايه ب 1 والبي بكام؟ بنيجاتيف 2. يلا حطها ما بين براكت برده كده زي الشاطر وطلع كل ده على الاله. تمام؟ طيب ندخل على السؤال اللي بعده، برضو نفس الكلام، سمبليفاي. بنعمل ايه في السمبليفاي؟ طيب سمبليفاي برضو نفس الكلام، انا عندي براكت باور 2 بنسبة كبيرة، ده اللي هيجي لكم في الامتحان. فك البراكت، باور الاول يعني اكس باور 2، باور التاني يعني واي باور 2، وده بلس وماينس تنزل ماينس 2 باي اكس باي واي يعني 2 اكس واي. طب وبعدين ماينس اكس باور 2 بره اهي. طب وبعدين بقى بالنسبه لي يلا كنسل، اعمل سمبليفاي، استهدى بالله، صلى على النبي. تمام؟ عليه الصلاه والسلام. فاهم معايا كده؟ يا اللي بتنام فوق كده. يلا كنسل الاكس باور 2 مع النيجاتيف اكس باور 2 عشان عكس بعض، فيبقى لي نيجاتيف 2 اكس واي بلس مين؟ واي باور 2. حلو، ده الإجابة. وبعدين خلاص هعوض بقى عن الإكس بكام؟ بنيجاتيف 1، وعن الواي بكام؟ ب 2. روح عوض بقى، وأنت راجل فهمت إزاي بتعوض وهتطلع الإجابة. شكرا. طول ما أنت فاهم إن الإكس والواي دول في ما بينهم تايمز، عوض براحتك. اتفقنا؟ طيب السؤال اللي بعده divided. طيب بيقول السؤال find the quotient. ده divided، بس كنت بقول معلومة مهمة في الديفايدد. كنت بقول لك بص على المسألة، هو ده ايه يا ريس؟ اللي فوق ده expression، دوت expression divided term، يبقى هنقسم expression divided expression يبقى long division. بالله عليك فرق ما بين الاكسبريشن والترم. لما اكتب لك 3x كده ده ترم، لكن لما اكتب لك 3x بلس 2y بلس مش عارف، ده كده اكسبريشن. ده كده ترم، ده كده اكسبريشن، ده كده ترم، وده كده اكسبريشن. فلما الاقي ان الاولاني اكسبريشن والتاني اكسبريشن يبقى لونج ديفيجن، لكن ده اكسبريشن وده ايه؟ ترم، يبقى ديفايدد عادي. اعمل فراكشن بلس فراكشن بلس فراكشن. الدينومينيتور كام في كله؟ 7ab 7ab 7ab. تمام. وبعدين قال لي خلاص تعالى بقى واحده واحده كده. اول واحده ديت نيجاتيف 21، نيجاتيف مين؟ 21. A باور 3 B باور مين؟ B باور 4. التانية بقى 14 A باور 2 B باور مين؟ B باور 3. خلي بالك دي مش بلس، دي اشارتها هنا ماينس عشان دي بلس فنزلت بلس، دي ماينس فماينس. حلو. 35 مين بقى؟ AB. اتفضل اعمل الديفايدد. انا متعود دايما في الباي بعمل بلس للباور، لكن في الديفايدد بقى لا، ماينس، نيجاتيف تنزل. 21 ديفايدد 7 ب 3. حلو. A باور 3 لما اشيل منها A يبقى لي A باور 2. طب والبي باور 4 لما اشيل منها B يبقى لي B باور 3. بعد كده بلس 14 ديفايدد 7 ب 2. A باور 2 لما تشيل منها A يبقى لك A. B باور 3 لما تشيل منها B يبقى لك B باور 2. بعد كده ماينس 35 ديفايدد 7 ب 5. ال A تروح مع ال A وال B تروح مع ال B. شكرا، دي كده اجابتك. ثم تعوض عن ال A ب 1 وال B بنيجاتيف 2، تروح تعوض زي ما انا علمتك دلوقتي. تمام. يبقى الاول خطوه السمبليفاي، ظبط السمبليفاي، اتظبط، شكرا. روح عوض بقى، شيل ال A، شيل ال A وحط مكانها كام؟ 1، وشيل ال B وحط مكانها كام؟ نيجاتيف 2. ويا ريت تحط النيجاتيف في براكت دايما. تمام. وطلع اجابتك. السؤال اللي بعده، تعالى بقى، ده ايه؟ find the quotient. ده ايه ده؟ ده expression. وده ايه ده؟ ده اكسبريشن. واكسبريشن ديفايدد اكسبريشن مين؟ المعلم الكبير اللونج ديفيجن. تعالى بقى واحده واحده كده نفتكر اللونج ديفيجن كنا بنعمل ايه. كنا بنقول اولا بالنسبه لي في اللونج ديفيجن يا ريس كنت بعمل كده، تمام،
اللونج ديفيجن بالنسبه لي اهي، كنت بعمل بنفس الطريقه كده اهو. يلا طيب، اولا في اللونج ديفيجن انا عارف خطوات الحل بس مش بعرف احل. ديفايدد باي ماينس دروب، ودي خطوات الحل. بس قبل الديفايدد باي ماينس دروب لازم ارتب، لازم ارتب. هل دي مترتبه؟ لا. ارتبها ازاي يا مستر؟ من الاعلى باور للاقل باور للاقل باور، صح ولا لا؟ طيب تعالى معايا، يبقى 2 واي باور 2، 2 واي باور 2، بعد كده ماينس 5 مين؟ واي، بعد كده بلس مين؟ بلس 2. طب وهنا الواي ماينس 2 بره. خطوات حل الديفايدد ايه؟ خطوات الحل كنا بنقول divided by minus drop. امسك الاعلى باور هنا جوه والاعلى باور بره، اكن هنا في كام؟ 1. 2 divided 1 ب 2. y باور 2 divided y، انا اول خطوه divided ده divided ده. y باور 2 divided y، نكتب الواي. عملنا الديفايدد، ننزل للستيب الثانيه، نمسك اللي جبناه نضربه مره هنا ومره هنا. 2 باي 1 2، y باي y y باور 2. بعد كده 2 باي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4، واي باي مفيش تنزل زي ما هي. حلو، دي الستيب الاولى. عيد المساله كذا مره عشان تثبت في دماغك لو انت مش فاهمها. بعد الخطوه ديت حضرتك بتعمل ماينس. طب ما ده هيروح مع ده، نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 4 فبنيجاتيف 1. الاقي ناس كاتبه لي 9. يا حبيب قلبي هي نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 4 عشان في نيجاتيف 4، فبنيجاتيف 1 مين؟ نيجاتيف 1 واي. ونزل ال 2 ايه بقى؟ نزل ال 2 دروب. حلو، وبعدين ادي هنا دي بلس. طب ايه القصه بقى؟ قال لي بص يا عم، انت دلوقتي هنا لحد هنا تمام، اعيد نفس الحدوته تاني بس هنا. يعني ده الاعلى باور، نيجاتيف 1 ديفايدد 1 بنيجاتيف 1. طب والواي ديفايدد الواي راحوا مع بعض، ارجع امسك ده اعمله باي مره هنا ومره برضو هنا. نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 واي. طب نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 2 بوزيتيف 2. هتلاقي ساعتها ان الاتنين دول زي بعض. لما تعمل ماينس بقى خلاص، ما هو كله هيروح مع كله، ده راح مع ده وده راح مع ده وده راح مع ده، يبقى اللي فوق ده هو الإجابة، هو ده الكوشنت اللي أنا بدور عليه. يبقى الإجابة هنا 0 و0، ونعمل له كده هو. شكرا، اتفقنا؟ اتفقنا يا شباب؟ كده أنا بالنسبة لي مفيش مشكلة في اللونج ديفيجن. عيدها تاني لو أنت مش فاهمها، عيدها تاني. طيب واحدة تانية اختها بس بستايل تاني، يعني لونج ديفيجن بس بطريقة تانية. الراجل بيقول لي لو كان، خلي بالك اقول لك على معلومة، انت شايف ده وشايف الديفايدد باي ده، الاتنين دول اسمهم فاكتور لده. لان المفروض ان دوت البراكت الصغير ده والبراكت الصغير ده لما يتضربوا في بعض يدوني ده، فده اسمه فاكتور وده اسمه ايه؟ فاكتور. اللي بقول لك الكلام ده عشان السؤال الجاي ده بيقول لك ايه بقى؟ بص يا ريس، if x plus 3 is one of the factor of the expression، هي واحدة من الفاكتورز بتاعت الاكسبريشن ده. find the other factor. طب ايه ده وبعدين؟ يعني مش فاهم. ما هو ده واحدة من الفاكتور، انا عايز الفاكتور التاني، يبقى ما قداميش غير اللونج ديفيجن. فانا اقوم اعمل له اللونج ديفيجن محترمة كده اهي. ده مترتب يبقى ينزل جوه زي ما هو. حلو، وبعدين بقى ودوت ينزل بره زي ما هو. خلاص يلا. divided by minus drop الاكس باور 2 الاعلى باور ديفايدد الاعلى باور، اكس باور 2 ديفايدد اكس يديني اكس. ارجع اضرب هنا وهنا، اكس باي اكس، اكس باي اكس بايه يا عمنا؟ اكس باور 2. اكس باي 3 ب 3 اكس. حلو، يلا انجز معايا كده بسرعه. بعد كده ماينس، طير ده مع ده، نيجاتيف 2 ماينس 3 بنيجاتيف 5 اكس، ونزل النيجاتيف 15. ماشي، بعد كده امسك النيجاتيف 5 اعملها ديفايدد ده فتديني نيجاتيف 5 هنا. ما هو نيجاتيف 5 ديفايدد 1 بنيجاتيف 5، واكس ديفايدد اكس شكرا بالسلامه. ارجع اضرب دي هنا تاني فتديك نيجاتيف 5 اكس ماينس كام بقى؟ ماينس 15. ماينس كام يا عمنا؟ 15. اعمل دول ماينس
فيدوك 0 0 واعمل سمايل فيس، بس ساعتها دوت الاذر فاكتور. ده مين؟ الفاكتور التاني اللي انا بتكلم عليه. اتفقنا؟ طيب كلام جميل جدا جدا جدا. find the area of the trapezium whose length of two parallel bays 7 و 15 والهايت بكذا. يعني البيز الاولاني ب 7 والبيز التاني ب 15. حلو. قانون الاريا ايه؟ القانون لازم يتحفظ، القانون لازم يتكتب. تمام؟ اللي هو مين بالنسبه لي؟ بيز 1 بلس بيز 2 divided 2، كل ده باي مين؟ باي الهايت. حلو. طب نعمل ايه بقى؟ اولا البيز الاولاني بكام؟ الهايت اهو كده كده موجود. البيز الاولاني بكام؟ ب 7 بلس البيز التاني 15، كل ده ديفايدد ال 2 باي الهايت بره ب 8. طبعا انت زي الشاطر هتحطها على الكالكوليتر وتخلص، ما تفكرش بمخك كتير، فتبقى تطلع في الاخر 88 سكوير سنتيمتر، لان انا بجيب اريا. اتفقنا؟ وبالله عليكم القانون اهم حاجة، القانون يمكن اهم من الخطوات نفسها التانية. طيب if the area of the rhombus 120 square centimeter and the length of one of its diagonal ب 10، يعني الراجل مديني الاريا ومديني واحد من الدياجونال، عايز الاذر دياجونال. طيب ما ايه رايك عشان نجيب الدياجونال التاني نكتب قانون الاريا؟ قانون الاريا بتاعنا بتاع الرومبس هاف باي diagonal 1 half باي diagonal 1 باي diagonal مين؟ diagonal 2. قانون الاريا بكام؟ ب 120، كتبتها half تايمز الدياجونال الاولاني بكام؟ ب 10 تايمز الدياجونال التاني معرفوش. حلو. طب ما هو half باي 10 بكام يا مستر؟ ب 5، يبقى 120 equal 5 باي diagonal 2. بص انا ماشي واحده واحده، اعمل كده في الامتحان. هو انا لما امشي ستيب باي ستيب كده بهدوء السؤال هياخد مني دقيقتين؟ والله ما ياخد دقيقتين. ودي ال 5 دي بالديفايدد، شكرا، يبقى دايجونال 2 تطلع الاجابه دي على الكالكوليتر. فبالنسبه لك كده حضرتك طالعه بكام؟ تطلع بالنسبه لك ب 24. خلصت والله. بص موضوع سهل اهي، 24 سنتيمتر. انا مشيت خطوه، كتبت القانون، شلت الاريا وحطيت مكانها قيمتها، وشلت الدايجونال الاولاني وحطيت قيمته. دول ينفع يتكتبوا مع بعض على الاله، طلعوا لي 5، نزلتها ونزلت الدايجونال 2 ده بالباي ودي بالديفايدد، شكرا جبت اللي انا عايزه، ولا تعب دماغ ولا اي حاجه. نيجي اللي بعده. قال لي طيب اترابيزيوم with an area، نفس دماغ المساله اللي فاتت بالظبط بس ده ترابيزيوم بقى. طب خلاص، قال لك الاريا بتاعت الترابيزيوم بكذا، فالراجل مديني الاريا. حلو. بيقول لك مين بقى؟ والهايت مديهولي، if one of the length of its base، واحد من الباراليل بيز، وليكن يا عم بيز 1، سميته بيز 1 سميته بيز 2 والله مش هتفرق. قال لي طيب قانون الاريا ايه هو بقى؟ هو بيز 1 بلس بيز 2 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 2 ديفايدد مين؟ ال 2، كل ده باي مين بقى؟ باي الهايت. طب ما هو البيز الاولاني بكام؟ الاريا قصدي الاول بكام؟ قصدي الاريا ب 280. حلو. وبعدين نزل ال 2 تحت. حلو الكلام. نزل ال 2 ايه؟ تحت عادي جدا. انا ممكن اقوم قايل لك ان البيز الاولاني مثلا بكام؟ اللهم صل على النبي. البيز الاولاني ب 22 اهو. حلو. بلس البيز التاني معرفوش. الكلام ده كله اوفر 2 باي مين؟ باي الهايت. الهايت بكام؟ ب 10. حلو. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ قال لي لا تعالى بقى واحده واحده. ايه رايك نعمل حركه لذيذه عشان نريح دماغنا، عشان الناس اللي بتفهم بالراحه كده. مش ده ديفايدد او اللي قبل ده ديفايدد يا عم؟ اقول لك على حاجه، سيبك من ده خالص، سيب ده كله على بعضه كده دلوقتي، سيب ده كله على بعضه دلوقتي. مش دي بالباي؟ ايه رايك نشيل الباي 10 دي نوديها الناحيه الثانيه بالديفايدد؟ فبالتالي بقت ال 28 ايكوال بيز 1، بقت ايكوال 22 قصدي 22 بلس البيز 2 على ال 2. ال 2 دي بالديفايدد وديها بالايه؟ وديها بالتايمز. صح ولا لا؟ بقت بالنسبه لي 22 بلس البيز 2 ايكوال مين؟ ايكوال ال 56. ما هو انا لما اضرب 28 في 2 تطلع 56. طب ما ال 22 بالبلس وديها بالايه بقى؟
واديها بالماينس. سؤال بيجي في الامتحانات كتير في بعض الادارات التقيله في الامتحانات. تمام، يبقى 56 ماينس مين؟ ماينس ال 22، فتطلع الاجابه في الاخر 34 سنتيمتر. ده البيز التاني. جبنا اجابتنا ولا لا؟ طول ما انت اتعودوا كده يا شباب الكلام ده لحد ما نوصل لثانويه عامه وجامعه، طول ما انا ماشي بنظام خطوات هعرف احل. ماشي عشوائي وقاعد بعشوائيه بذاكر اصلا مش هعرف احل. طول ما انت مش قاعد على بعضك بتذاكر انسى انك تعرف تحل. تمام. طيب اللي بعده calculate the area of the square. ده مديني الحته دي بس ب 7 انش. طب ما هو معناه ان الدياجونال كله بكام؟ ما هو لو الحته دي ب 7 يبقى الحته دي ب 7. ما هو السكوير ده يبقى الدياجونال ده بكام؟ ب 14. ويبقى الدياجونال التاني رقم ب 14. فقانون الاريا بتاع السكوير هو هاف باي مين؟ هاف باي دياجونال باور 2. يعني هاف تايمز مين؟ تايمز ال 14 باور مين؟ باور 2. وطلعها بقى على الآلة خلاص. طلع انت المسألة على الآلة. يبقى الاريا هاف باي دياجونال باور 2 هاف باي ال 14 باور 2. شكرا. غيره find the area of مين؟ ترابيزيوم. حلو. الاريا بتاعت الترابيزيوم برضو نفس الكلام. قانونها ايه؟ بيز 1 بلس بيز 2 divided 2 باي الهايت. البيز 1 بكام؟ عوض طول ما انت ماشي كويس اهو. عوض 5 و 15 ده البيز الاولاني والبيز التاني divided مين؟ ال 2. كل ده باي مين؟ باي الهايت اللي هو ب 7 بوينت مين؟ بوينت 5. الهايت بمين؟ ب 7 بوينت مين؟ 5. حلو. طب ما ده كله بكام اصلا؟ ده كله لما يتحسب ب 10. او اكتب كلها على الآلة وريح دماغك يا عم. انت بتوجع دماغك ليه؟ تطلع الاجابه ب 75. طبعا سكوير عشان دي اريا فيت عشان هي بالفيت. حلو. اللي بعده drawing. Draw the triangle whose vertices are the point A و 3 و 2. خلي بالكم الدروينج بتاع البرجل والمنقله الدروينج كونستراكشن هتلاقوه برده في اخر الفيديو. في اخر الفيديو هتلاقيني اعمل لكم المسائل المهمه في الدروينج بتاع البرجل والمنقله. طيب هنا بقى لما الراجل يقول لي، وانا دايما بقول في شرح الدرس ده بالذات، اولا انا عايز ريفليكشن على الاكس اكسس. اكتب الاول الاي بكام؟ الاي بكام حضرتك؟ قال لي ب 3 و 2. والبي بكام يا باشا؟ البي بكام؟ قال لي ب 8 و 2. 8 و 2. طب والسي بكام؟ قال لي السي بالنسبه لك هنا ب 8 و 6. حلو. طب نعمل ايه بقى؟ قال لي بص يا عم انا دلوقتي المشكله اللي انا فيها انا عايز ريفليكشن على الاكس اكسس. طب وانا لما بقول ريفليكشن على الاكس اكسس بغير اشاره مين؟ الواي. يبقى الاي داش والبي داش والسي داش. حلو. انا قلت ريفليكشن على مين؟ على الاكس يبقى غير الواي. ريفليكشن على الاكس بغير الواي. يبقى الاكس تنزل الاكس تنزل الاكس تنزل. الواي 2 تتكتب نيجاتيف 2. تتكتب نيجاتيف 2. حلو. الواي كام هنا بعد كده؟ الواي 2 تتكتب نيجاتيف 2. الواي 6 تتكتب نيجاتيف 6. اتفضل ارسم. ممكن طلب يا شباب، ممكن نكتبهم قدام بعض كده وحضرتك لما هترسم دي وبرضه هترسم دي. تمام؟ بترسم الاتنين مش واحدة بس. طب الأولى ب 3 و 2 من عند ال 3 أهي. واللي أنا وضحت قبل كده بنرسم إزاي؟ أنا بكتب على الخطوط الظاهرة، بسطر عدل على السطر، مش بسطر في نص في الحتة اللي مش باينة دي، لأ. ماشي؟ أول حاجة قال لي كام وكام؟ 3 و 2. من عند ال 3 أطلع لل 2. دي النقطة الأولانية اللي هي مين؟ اللي هي سميها إيه ويا ريت تسميها. البي ب 8 و 2. من عند ال 8 أطلع لل 2. أدي دي البي أهي. تمام. السي بكام وكام؟ ب 8 واطلع مين؟ اطلع 6. احنا هنطلع لاخر الدنيا هنا. ماشي. طيب انتوا اهم حاجه ان انتوا ايه شايفينها. ادي ديت مين؟ ديت السي. حلو الكلام. طيب طبعا انا لو هوصل بالمسطره في الامتحان مش هوصل بايدي طبعا. تمام. طيب نيجي غيره بقى هنا. ادي دي الرسمه الاولانيه. قال لي ريفليكشن على الاكس اكسس. حلو. 3 ونيجاتيف 2. ادي النقطه الاولانيه اهي. ادي ديت مين بالنسبه لي؟ الاي داش.
ماشي. انا مشكلتي بس ان الورقه بتاعتي انا ما تكفيش غيركم، انتوا هتكفي في الامتحان عادي. التانية 8 ونيجاتيف مين ونيجاتيف 2 دي البي، بي داش. التالتة 8 وانزل للنيجاتيف 6 هنا، هنا تحت خالص، ادي دي السي داش. كده انا جبت الريفليكشن بتاعي على مين؟ على الاكس اكسس. تمام يا شباب؟ كده الرسمه دي لما اتقلبت ادتني دي فعلا كده انا جبت الريفليكشن على مين؟ على الاكس اكسس. يبقى لما الراجل بيقول لي ريفليكشن على الاكس بغير الواي، لو كان الواي كنت غيرت اكس. هنا قبل ما تبص انت عايز ايه اكتب الثلاث حاجات بتوعك. الاي بكام وكام؟ الاي بنيجاتيف 2 و2. طب والبي بكام وكام؟ ب 1 و0. البي ب 1 ومين و0. طب والسي؟ قال لي السي بالنسبه لك هنا هي 1 ومين 1 و2. حلو. ادي ايه داش بي داش. انا بص بجهز للشغل، اهم من الشغل تظبيط الشغل. نرجع تاني نكمل. بي داش سي داش. ماشي يا ريس؟ طيب ويجي حد يقول لي يا مستر لسه مش عارف احل، ده بقى ما بيفهمش. دول اللي زي دول نعمل فيهم ايه؟ يخلص منهم بس. طيب قال لك ايه يا عمنا؟ then draw the image by reflection in the x-axis followed by y-axis. هو لما بيقول لي reflection على الاكس followed by reflection على الواي بعمل ايه؟ بغير الاشارتين، يبقى 2 ونيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 1 و0. نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 بغير الاشارتين بس الزيرو عمره ما يتغير. شكرا غيرت الاشارتين. امتى بغير الاشارتين؟ لو قال اكس بغير واي، لو قال واي بغير اكس، لو قال اكس ثم واي او واي ثم اكس بغير الاثنين. طب لو قال اكس ثم اكس او قال واي ثم واي مش بغير حاجه. لو قال اكس، لو قال لك ريفليكشن على الاكس فولود باي ريفليكشن على الاكس، ساعتها الاي هي الاي داش والبي هي البي داش، عشان دي ساعات بتجيلي في اللي تشوز. وبتجيلي في اللي تشوز حته تانية لما اقول لك ريفليكشن على الاكس فولود باي ريفليكشن على الاكس، مش انت كده مش هتغير حاجه؟ يقول لي هي مين في الروتيشن؟ في الروتيشن هي ال 360. هي مين؟ او النيجاتيف 360. طيب تعالى بقى نرسم. الاي بنيجاتيف 2 واطلع لل2، دي الاي. والبي ب 1 واطلع لل0، 1 واطلع 0، اي 1 واطلع 0، دي يبقى افضل واقف زي ما انا بقى، ديت البي. طب السي ب 1 واطلع لل2، 1 واطلع لل2، ادي ديت السي. ربنا يستر ربنا يستر والرسمه ما تبصي. طيب تاني واحده 2 نيجاتيف 2. لا انا عشان الرسمه تبص مني بقى ايه، عشان هيخشوا في بعض غالبا فنشوف. خلينا بلون تاني. 2 نيجاتيف 2 ننزل هنا. طيب وبعدين ادي ديت الاي داش. طبعا انت ما تعملش بلونين، انت بالرصاص كده كده. نيجاتيف 1 وكام و0. ادي ديت البي داش. لا كده مش كده الرسمه هتظبط خلاص. نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 ادي السي داش. ادي الرسمه بتاعتنا اهي، ادي السي داش. وصل يا عم وصل يا عم وصل يا عم. ادي الرسمه زي الفل. اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هيعمل ايه يا شباب؟ بصوا اولا كده السؤال اللي بعده بالنسبه لي هو برضو نفس الكلام، انا مجهزه لكم عشان ننجز على طول. قال لك درو ريكتانجل، الاي ب 1 1 والبي ب 3 1 والسي ب 3 6 وهكذا. عايز يعمل روتيشن بكام؟ ب 90. ال 90 هو النيجاتيف 270. هو انا بعمل ايه هنا؟ ببدل واغير الاولاني. بدل تبقى 1 1 غير الاولاني بالنيجاتيف، بدل تبقى 1 و 3 غير الاولاني نيجاتيف، بدل تبقى 6 و 3 وغير الاولاني نيجاتيف، بدل تبقى 6 وكام 1 غير الاولاني نيجاتيف. كده انا عملت اللي انا عايزه. نيجي نرسم الكلام دوت. اول حاجه 1 و1 اهي دي الاي. تاني حاجه كام وكام؟ 3 واطلع 1 ادي ديت البي. بعد كده 3 واطلع 6 ادي ديت السي. بعد كده 1 واطلع 6 ادي ديت الدي. دوت كده بالنسبه لي الريكتانجل بتاعي ولا لا؟ حلو. نوصل بالمسطره طبعا مش بايدينا. نيجي للتانيه 1 1. فين ال1 بقى؟ نيجاتيف 1 1 قصدي، معلش اسف. ادي الاي داش. التانيه نيجاتيف 1 واطلع 3. بعد كده نيجاتيف 6 واطلع 3. النيجاتيف 6 من بره اهي، واطلع لحد النيجاتيف 1 مره دوت الدي داش.
واطلع لحد ال3 مره دوت. التانيه هي اللي هي الايه السي داش، وديت البي داش. وصل كل ده ببعضه كده، انت رسمت الريكتانجل اللي انت عايزه ولا لا؟ حصل له روتيشن بانجل 90 ديجري ولا لا؟ تمام. السؤال اللي بعده برضو نفس الحوار، هو روتيشن بكام؟ قال لي بص بقى، روتيشن ب 90 ديجري فولود باي روتيشن ب 180. يعني حضرتك القلم كده هتعمل له 90 ثم ترجع تعمل له 180. طب وعليا بايه يا عم؟ هو 90 بلس 180 بكام؟ قال لي ب 270. يبقى انا هعمل له روتيشن ب 270 اللي هي كام؟ اللي هي تعتبر نيجاتيف 90، اللي هي ببدل واغير التاني. بدل تبقى 0 ونيجاتيف 2، غير التاني يعني شيل النيجاتيف دي. بدل يبقى 3 1، غير التاني. وبعد كده ارسم. لما هترسمها هترسم لك لاين سيجمنت زي كده. تمام. والموضوع مش صعب. اللي بعده برضو نفس الكلام، بس هنا المرة دي انا عدلتها لكم بس وخليتها لكم 180. هو لما يقول 180 بعمل ايه؟ خلي بالكم لما اقول 180 او اقول نيجاتيف 180 او اقول ريفليكشن على الاكس اكسس فولود باي ريفليكشن على الواي اكسس، الثلاثه بيدوني نفس الحاجه. بغير مين؟ الاشارتين، يعني نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 5 و2 تتعكس تبقى 2، نيجاتيف 1 و2. كده انا طلعت اللي انا عايزه. اروح ارسمها بقى، اروح ايه؟ ارسم دي وارسم دي، يبقى انا رسمت التو ريكتانجل بتوعي. تمام. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يجي هنا يقول لي مين؟ درو ا تريانجل اي بي سي. دي نقطة ايه دي؟ النقطة اللي انا مجهزها دي نقطة مين؟ دي نقطة الترانسليشن اللي انا المفروض هسحبها هنا. اسحبها فين؟ هنا. فتبقى بالنسبة لي 2 كام؟ 2 نيجاتيف 1 عند ده، و2 نيجاتيف 1 عند ده، و2 نيجاتيف 1 عند ده. الترانسليشن ملوش قاعدة حفظ لان انا افهم دي. حلو. اول بلس اول 0، و3 بلس نيجاتيف 1 ب 2. طب ما هو 1 بلس 2 ب 3. طب 4 بلس نيجاتيف 1 ب 3. 0 بلس 2 ب 2. 6 بلس نيجاتيف 1 ب 5. يعني بعمل الاول بلس الاول والتاني بلس التاني وهكذا. طلعت الرسمه ارسمها، طلعت الرسمه ارسمها، بترسم الرسمتين بتوعك. تمام. طيب كلام جميل جدا. نيجي السؤال اللي بعده، سؤال تافه جدا 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 جدا. هو عايزني اعوض عن الاي ب 2 والبي بنيجاتيف 5، يبقى 3 تايمز 2 باور 2 تايمز النيجاتيف 5، حطها على الاله. شكرا. يعني السؤال ده انتوا تتمنوا ان هو يجي لكم في الامتحان وطلعها يا عم. عوض عن ال A2 بلس ال 3 بنيجاتيف 5، طلعها برضو على الآلة تطلع بمين؟ باور 3، فتطلع معاك زي ما تطلع بالنسبة لك هنا، هي باور 3. تمام. وده كله ممكن يطلع على الكالكوليتر، ما فيهوش مشكلة. السؤال اللي بعده، A cube has a volume 125 cubic centimeter. عايز اللاترال اريا والتوتال اريا. طيب عشان اجيب اللاترال اريا والتوتال اريا لازم اجيب الاس الاول. كده كده الفوليوم قانونه مين؟ اس باور 3. يعني الاس باور 3 ايكوال كام؟ 125. اخد كيوبيك روت لده وكيوبيك روت لمين؟ لده. فالاس تطلع بكام؟ ب 5. المشكله بقى اللي هتجيلي، ناس هتقول لي يا مستر مش فاكرين القانون بتاع اللاترال اريا والتوتال اريا. اللاترال اريا قانونها 4 اس باور 2، يعني 4 تايمز 5 باور 2. طلع الاجابه انت بقى. تمام. تطلع معاك بكام؟ ب 100 سكوير سنتيمتر. دي مين؟ دي اللاترال اريا. طب والتوتال اريا؟ قال لي التوتال اريا على فكره اسمها توتال اريا او اسمها سيرفيس اريا، الاتنين صح، حتى مسميها توتال سيرفيس اريا. 6 اس باور مين قانونها؟ 6 اس باور 2، يعني 6 باي الاس بكام؟ ب 5. 5 باور 2 تطلع معاك ب 150. 100 كام؟ 50. اتفقنا يا شباب؟ طيب كلام جميل جدا، اسئله سهله. اخر الاسئله خلاص قربنا نخلص. يجي يقول لك مين؟ الاي والبي والثيتا. هو اي تو ترينجل لازم يكونوا شبه بعض بالظبط، فبالتالي البي بلس 3 هي ال8 وده هو ده بالنسبه لي. فبالنسبه لي كده اقدر اقول ان 3a ماينس 2 هي ال 16، وادي ال2 بالبلس،
فبالتالي ال 3A equal ال 18. ودي ال 3 بالديفايدد يبقى ال A بكام؟ يبقى ال A بالنسبة لي ب 6. حلو. نيجي بقى التانية. هو ال B بلس 3 بكام؟ ال B بلس 3 ب 8. ودي ال 3 بالايه؟ بالماينس. يبقى ال B بالنسبة لك ب 5. يجي يقول لك بقى هات لي الانجل اللي هنا. حتى حاطط لك علامة كده اللي هي العلامة ديت. العلامة دي اسمها الثيتا. مالكش دعوة بيها وما تخصكش. انت كل اللي انت عايزه تجيب الانجل. هو مش دي ب 30 يبقى دي كمان بكام؟ ب 30 زيها. طب يبقى اللي تحت بكام؟ هو الترينجل كله على بعضه بكام؟ ب 180. يبقى اللي هو عايزها الانجل اللي هو عايزها 180 ماينس 90 بلس كام؟ ما بين براكت بلس ال 30. تمام؟ ايكوال كام يا شباب؟ ايكوال 60 ديجري. اتفقنا؟ طيب حلو قوي. نيجي اللي بعده. In an experiment الداي فيه كام فيس؟ فيه 6 فيسز. يعني الدينومينيتور بتاعي بكام؟ ب 6. قال لك انا عايز رقم greater than 2. مين الارقام اللي اكبر من ال 2؟ 3 4 5 6. يعني عندك 4 على 6. حلو. بكام؟ على الآلة 2 على 3. نيجي اللي بعده. انا عايز رقم يكون less than 4. مين الارقام برايم نمبر less than 4؟ مين الارقام البرايم اللي اصغر من ال 4؟ عندك ال 2 وال 3. كام رقم؟ رقمين. يبقى 2 على 6 اللي هي كام؟ اللي هي 1 على 3. تمام. حلو قوي قوي قوي. بعد كده السؤال اللي بعده. A bag contains one red ball. ده فيها واحدة ريد. وقد ايه تاني؟ وقال لك 6 بلو. وبعد كده قال لك عندك 4 جرين. يعني التوتال كام؟ يعني التوتال بتاعهم 10. حلو. انا عايز احتمال ان الكرة اللي اسحبها كرة بلو. البلو كام؟ 6 على 10. لما تعمل لها سمبليفاي تبقى 3 على 5. حلو. طب لو كرة ريد بكام؟ 1 على 10 مالهاش سمبليفاي. طب لو قال لك بلو اور جرين، فين البلو ب 6 والجرين ب 4؟ يعني مع الجرين بكام؟ ب 3. اسف، ب 3. معلش يا شباب، الجرين ب 3 عشان كده التوتال 10. تمام. فالجرين بكام؟ ب 3. قال لك ديت تبقى 9. 9 على كام؟ 9 على 10. يبقى التوتال بتاعك الاجابه 9 على مين؟ 9 على 10. طب افرض ان قال لك الكوره احتمال ان الكوره اللي تسحبها نوت بلو، مش بلو. لو احتمال ان الكرة اللي اسحبها مش بلو يبقى يا ريد يبقى يا جرين. والريد والجرين على بعض 4 على 10 اللي هي مين على مين؟ اللي هي 2 على 5. طب لو قال لك احتمال ان الكرة اللي تسحبها كرة يكون لونها يلو. ايه ده يا مستر؟ هو في اصلا يلو هنا؟ اما عشان كده انا بسأل السؤال. لو قال لك يلو مفيش يلو اصلا فالاجابة تبقى 0. لان ده انا بسميه ايه؟ impossible event. تمام. نيجي بعد كده لمين؟ للأسئلة بتاعت الدرون كونستراكشن. قدامك برجلك والمنقلة بتاعتك عشان هتحتاجهم معايا جدا. وركز معايا كويس قوي وارسم بإيدك. تابع معايا خطوة بخطوة عشان دول آخر 3 أسئلة في المنهج كله. تمام؟ طيب بص بقى يا شباب، بالنسبة لمسائل الدروينج. أول مسألة في الدروينج بيقول لي مين؟ draw an angle with measure كام؟ 80 degree and bisected. أولا عشان أرسم أنجل الميجر بتاعها ب 80 degree أقوم ماسك أول حاجة المسطرة بتاعتي واجي اقوم شادد خط كده على السطر عادي. خط كده ملوش طول لان هو هيكون في الاول والاخر بالنسبه لي هيعتبر ري. حلو الكلام. طب لما دوت ري ليه ري من هنا، ليه سهم من هنا وليه بوينت. طب انا عايز ارسم انجل الميجر بتاعها بكام؟ ب 80 ديجري. يبقى انا اقوم رايح راسم اولا كده اعمل اقف بالمنقله بتاعتي هنا واقوم رايح اتحرك قد ايه؟ 80 ديجري. من جوه ولا من بره؟ هو الري ماشي ازاي؟ ماشي كده يبقى اتحرك من هنا. الري ماشي كده يبقى تتحرك من هنا. تمام. تطلع لحد ال 80 اهي. حطيت النقطة من تحت النقطة من فوق، والله يا حبيبي هتفرق كلهم واحد. تمام. نروح نوصل الكلام ده ببعض. تمام. يبقى انا كده رسمت مين؟ رسمت انجل الميجر بتاعها بكام؟ ب 80 ديجري. الراجل بيقول لي بعد كده اند ايه؟ اند بايسكتد. يعني ايه بايسكت؟ يعني عايزين نقسمها نصين. نقسمها نصين بخط يخلي لي ده 40 وده 40. حلو. افتح برجلي على اي فتحه، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. اقف بالبرجل بتاعي وليكن هنا. فلما اقف بالبرجل بتاعي هنا
هلاقي ان هي اعمل كده بالبرجل بتاعي كده واعمل فيرتكس واعمل كده كيرف. الكيرف ده قطع فين؟ قطع في النقطة دي والنقطة دي، صح ولا غلط؟ طيب كلام جميل. شايفين النقطتين اللي انا حددتهم دول؟ هقف بنفس فتحة مين؟ بنفس فتحة البرجل. بنفس فتحة مين؟ البرجل. طب لما اقف بنفس فتحة البرجل ليه؟ علشان خاطر هقف عند النقطة دي. هقف عند النقطة ايه؟ دي، واقوم عامل كيرف من هنا. واقوم عامل كيرف منين؟ من هنا. واجي اقف الناحية التانية عند النقطة دي واقوم عامل كيرف برضو من هنا. طب هو كده قطعوا فين هما الاتنين بعض؟ هما الاتنين بالنسبة لي قطعوا بعض عند النقطة دي. يبقى معنى كده اوصل ده بده. يبقى انا كده رسمت اللي انا ايه؟ رسمت اللي انا عايزه بالنسبة لي اهو. تمام كده احنا عملنا دروينج لمين؟ عملنا دروينج لمين؟ للانجل. اتفقنا؟ طيب دي اول حاجه بالنسبه لي. نيجي نكمل مين اللي بعده. يجي يقول لك بعد كده مين يا ريس؟ دروينج مين؟ align segment AB 8 سنتيمتر and bisect 8. نمسك المسطره بتاعتنا. هو احنا عايزين نرسم مين؟ لاين سيجمنت طوله 8 سنتيمتر. يبقى نرسم لاين سيجمنت طوله كام؟ طوله 8 سنتيمتر من اول الزيرو لحد مين؟ لحد ال8 اهو. من الزيرو لل8. اسمه ايه اللاين سيجمنت ده؟ اسمه اي بي سنتي اي بي اي بي. وهو طوله كله على بعضه ب 8 سنتيمتر. حلو. الراجل بيقول لي بعد كده ايه؟ and bisect 8. يعني عايز يقسمه نصين. فلازم افتح البرجل. قبل ما افتح البرجل هو ال8 دي نصها كام؟ نصها 4. لازم تفتح البرجل على فتحة اكبر من نصها، اكبر من ال4 يعني. يعني ال8 نصها 4، نص الفوق النص ال8 4. مين الرقم اللي بعد ال4؟ 5. يبقى تفتح برجلك على 5. اقف عند الزيرو كده وافتح برجلك لحد مين مثلا؟ ال5. اهم حاجة قيمة اكبر من نص ال8. حلو. وبعدين تقوم جاي زي الشاطر كده تقف عند النقطة دي وتعمل ايه؟ تعمل كيرف من هنا، ونفس الكيرف دوت من الناحية الايه؟ من الناحية التانية. نفس الكيرف ده كده من الناحية التانية كده. وبعد كده تقف من هنا وتقوم عامل لي كيرف من الناحية دي وكيرف من الناحية دي. أهم حاجة إن الاتنين دول قطعوا بعض ولا لأ؟ قطعوا بعض هنا وهنا. فبالتالي بالنسبة لي أوصل دول ببعض كده أنا عملت بايسكت لللاين سيجمنت. يبقى ده قد ده، يبقى ده ب4 وده كمان بكام؟ ب4. تمام؟ حد فينا عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. نيجي بعد كده لمين؟ للرسمة اللي بعدها، وهي رسمة رقم 3. يجي يقول لي drawing a triangle ABC. ماشي؟ ال AB ب5 والميجر اوف انجل B ب90 والميجر اوف انجل B ب40. أول حاجة لازم ترسمها ال AB اللي هو طوله كام؟ 5 سنتيمتر. حلو. نقوم رايحين نرسم ال AB. نعمل كده 5 سنتيمتر وهنا على الأرض أهو. طب دي أول حاجة اللي هي ال AB. شكرا. أدي دوت ال A وأدي دوت مين عندنا هنا؟ البي. طوله كام؟ 5 سنتيمتر. الراجل بعد كده بيقول لي ان الميجر بتاعت الانجل ايه ب 90. يبقى اقف عند الانجل ايه بالمنقله واعمل كام؟ واطلع لحد ال 90 هنا اهي. اطلع لحد ال 90 اهي واحط نقطتي. تمام. بعد كده قال لي طيب وصل بقى ده بده. حلو. دي الميجر بتاعت الانجل مين؟ ايه. قال لي والميجر بتاعت الانجل بي ب 40 وتقف عند الانجل بي كمان. بس ساعتها بقى الخط بقى ماشي كده. يبقى تطلع من هنا 0 10 20 30 مين؟ 40. ادي ال 40 ونعمل نقطة كده. نقوم رايحين من ايه؟ موصلين ده بده. لما نوصل قطعوا بعض فين؟ قطعوا بعض عند النقطة دي. هي دي نقطة سي. والانجل دي ب 90 والانجل دي بكام؟ ب 40 ديجري. هو الترينجل ده نوعه ايه؟ يجي يسألني عن نوعه فانا اقول له ان دوت رايت انجل مين؟ انجل ترينجل. رايت انجل ايه؟ ترينجل. فهمنا الكلام؟ طيب كلام زي الفل قوي. نيجي الرسمة اللي بعدها. لازم توقف الفيديو انت حتة حتة وتسمع الرسمة بالراحة. تمام؟ طيب نيجي بعد كده لمين؟ نيجي بعد كده بالنسبة لي. قال لك drawing a triangle ABC. ال AB ب 6 وال BC ب 5 وال AC ب 3. امسك أكبر سايد وارسمه على الأرض الأول اللي هو مين؟ AB. حط الأول AB فين؟ AB الأول حطه على الأرض. يعني ارسم ال AB ب 5 سنتيمتر ولا ب 6؟ 6 أيوه 6 سنتيمتر. آدي أهو.
دوت مين A ودوت مين B، دوت ب 6 سنتيمتر. قال لك بعد كده ان البي سي طوله كام؟ 5، تضطر تفتح برجلك على كام؟ على 5 سنتيمتر اهو زي ما مفتوح. هو قال لك بي سي، يبقى تقف عند مين؟ تقف عند البي، تقف عند البي بالبرجل بتاعك وتعمل ايه؟ وتعمل كيرف كده. طب قال لك ان الاي سي بكام؟ ب 3، تفتح برجلك على كام؟ على 3. قال لك افتح برجلك على 3 سنتيمتر اهو، وتقوم رايح عامل مين؟ عامل كيرف بالطريقه دي كده. كده الاتنين اتقابلوا فين؟ اتقابلوا عند النقطه دي. اهي النقطه دي نقطه مين؟ سي. لو وصلت ده بده ولو وصلت ده بده يبقى انا رسمت مين؟ الترينجل بتاعي. تمام؟ وبكده الرسومات خلصت. تمام. وبعد ما خلصنا الرسومات بتاعتنا بتاعت الكونستراكشن، اقدر اقول لكم ان كده خلصنا اولى اعدادي. كده اولى اعدادي خلصت، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم السنه الجايه في تانية اعدادي بدرجات حلوه. اتمنى نركز كويس قوي، نذاكر الفيديو كويس مره 2 و3. مفيش مشكله طول ما انا بحل الموضوع تمام. طمنيني عليكم بعد الامتحان، واشوفكم ان شاء الله السنة الجاية في تانية اعدادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.